أنا سميتي أمينة، العمر ديالي حاليا 35 سنة. جيت اليوم نحكي لكم قصتي باش تستافدوا منها وتاخدوا منها العبرة، باش تكون محفز ليكم وتقدموا في حياتكم وتزيدوا القدام، وما تخلاوش على أحلامكم مهما كانت الأسباب. ويقينكم بالله هو سلاحكم ضد الزمان، وطموحكم وعزيمتكم هما سر نجاحكم في الحياة. حليت عينيا في حي من أحياء الصفيح، وكيف ما كنسميوه كاريان، وسط واحد العائلة كتعاني من الفقر المدقع. كنا 4 ديال البنات، وكنت أنا الكبيرة فيهم. الأم ديالي كانت كسالة في الحمام، ومرة كتخدم في الديور، والأب كان طالب معاشو كيمشي الموقف كل نهار وهو ورزقه وهو وزهره. ولكن الأهل ديالي الله يجازيهم بخير داروا المستحيل، كانوا كيقطعوها من لحمهم ويدبزوا مع الوقت وكيحاولوا يقرونا. أنا قريت حتى وصلت ل9، من بعد كبر الحمل على والديا حيت خواتاتي كلهم دخلوا المدرسة. الأم ديالي مسكينة بدات كتعيا، مبقاش كتقدر على ديك السخونية ديال الحمام والهزان والحطان ديال التخمال ديال الديور، فقررت نخرج من القرايه ونعاونها على الزمان. وليت كنخدم مرة في الديور، داكشي اللي قسم الله، وفي نفس الوقت وليت كندخل معاها الحمام. الا جات شي مرا في الاول وجبت معاها وليداتها كنت انا اللي كنحك ليهم، حتى تعلمت وليت كنحك الناس كاملين. وفي نفس الوقت كنت كنسيق الحمام في الصباح وبالليل ونقيه ونقادو، ومع كنت طويله وعامره شويه كنت عاطيه العين. واحد المره حكيت لواحد السيده كبيره وهي تسولني، قالت لي بنتي واش مزوجه؟ قلت لها لا خالتي مازال، حيت ديك الساعه كنت يلاه قفلت 18 سنه. قالت لي واش بغيتي تزوجي؟ قلت لها الا كان شي راجل اللي يتقي فيا الله وهنيني من تماره مرحبا. قالت لي كاين واحد ولد اختي راه خدام نجار بالحانوت ديالو وعايش مع اختي في الدار، غير هو وياه بزوج بيهم، وراه ما يخصك خير معاهم. وانا نقول لها تسنى نعيط لك على الوالده وتفهمي معاها. وفعلا داكشي اللي كان، عيطت الوالده، هضرت هي وياها، عطاتها الام ديالي لادريسه ديال دارنا. بس واحد الاسبوع وهي تجي هي واحد السيده وولدها كان مقبول الشكل، يعني راجل طويل تبارك الله صحته هي هاديك، يعني ما تختارين من وسط رجاله غير هو. صافي يعني ما تواليدي ما طلبوش شي حاجه اللي هي كثيره بزاف، بحكم يعني اننا حنا 4 ديال البنات قد ما نقصت وحده غادي نقص الحمل. وخا انا كنت هازه معاهم، ولكن كتعرفوا الام والاب كيبغيو يتهناو على بنياتهم، خصوصا البنت كيقول لك مصير ديالها هو دار راجلها. صافي قال لك غادي يعطونا ابارتمان نسكنوا فيها انا وراجلي بوحدنا، ويعني هو غادي يتكفل بالمصروف وبكل شيء، وانا ما نخدمش نجلس في الدار. صراحه انا عجبني الحال بزاف، حيت بديت كنعيا من تماره، خصوصا ديك السخونيه ديال الحمام كانت كتقهرني، والغوات ديال العيالات اللي كنمشي نخمل عندهم. كاين اللي ما كيعجبهاش الحال، كاين اللي كتغر على راجلها، الله يديم خلق صافي. حنا كون بغينا الحرام كاع ما ندوزو لتماره والصهودات والصيف والحال سخون، درجه الحراره كتوصل حتى 45 وانت كتحكي لها في السخون كتقولك ما بغيتش نحك في البارد كضروني عظامي. اي والله يديم خلق صافي. من بعد مده ديال تقريبا واحد 3 شهور درنا خطبه وضرب الصداق، داكشي كان عادي غير جليسه. من بعد منها بواحد السيمانه درنا واحد الجليسه اخرى غير العائله والصحابات قرابين. صافي درت داكشي اللي قسم الله سبحانه وتعالى، ومشيت في حالاتي مع راجلي. فعلا كانت عندنا بارطما ديالنا، كان فيها تقريبا واحد 60 متر بحال داكشي ديال السكن الاقتصادي، ولكن انا كانت تجينا ديك هي الجنه، بحكم انني جايه من كاريان. كنت انا وخواتاتي ب3 كنعسو في بلاصه وحده، ما بيننا وبين والدينا غير خاميه، ريدو هو اللي قاطع بيناتنا. ففرحت بزاف بديك الدويره قد حقي في الدنيا. فراش كان على قد الحال،
ولكن ديك الساعة كنت نشوفو شي حاجة. كانت اول مرة في حياتي نعس على ناموسية فحالي فحال الناس. دازت الايام، المهم راجلي كان ما بيش في الاول معايا، كيتعامل معايا بما يرضي الله. الام ديالو كانت امراه كبيره، ما كنتش قاسمه انا وياها، يعني كي كنفيق كنزل كنجلس معاها، كنطيبو طياب واحد، كناكلو ماكله وحده، كنشقر الدار كامله، وداكشي كيجيني كيلعب الدراري الصغار. حتى انا مولفه عماره ديال بصح. من بعد بديت كنكتشف انا الراجل اللي كيشرب حتى كيشرب وكيجي، كنكون انا ناعسه في امان الله، ساليت شقايا وساليت كلشي وعشيت الام ديالو وحطت ليه عشاه وطلعت للبارطما ديالي. كيجي والله العظيم الا كيجرني من فوق الناموسيه وكيشتف عليا برجليه، ديما مزرق ليا عينيا وانا صابره وساكته، ما كنهضر ما كنتكلم، حيت ما بغيتش نرجع لتماره، وفي نفس الوقت ما بغيتش نرجع لكاريان، حيت فعلا تعقدت منه. ولفت شويه ديال الراحه، ولفت شويه ديال لهنا، واخا ما كاين هنا ديال بصح. استمرينا على ديك الحاله، دازت تقريبا واحد 6 شهور وما جاوش الوليدات، وكل ساعتين يبداو كيسولوا فينا هما الولاد، فينا هما الولاد، فينا هما الولاد. انا كنت جامعه شي صريف، مشيت عند واحد الطبيبه، بعد ما خديت الاذن من عند راجلي قلت لي راه غنمشي عند الطبيب ودوزت. قالت لي يا بنتي انت راه ما عندك والو، ممكن تولدي في اي لحظه بغيتي، كلشي عندك هو هذاك. قالت لي جيبي راجلك ندوزو ليه ونشوف شنو عنده. ملي مشيت قلتها ليه قتلني بالعصا، قال لي انا راجل ونرض وقت اللي بغيت، شوفي انت مالكي. وانا كنوري في التحاليل وكنقول له والله ما عندي شي حاجه، لا كلشي عندي هو هذاك. ديك الهضره دوزها مورا ودنيه. استمرت في نفس المعاناه، ديما كضربني، ديما مزرقه كامله. بعد مرات كيجي يعني ما عرفت شنو شارب، كيجرني من شعري من الفوق حتى لتحت. امه مسكينه كتنزل، بحقيقه ديك السيده الله يعمرها دار، ما عمرها ما دات لي شي حاجه اللي هي خايبه ولا اذاتني ولا حتى بكلمه. تقول لي حرام عليك يا ولدي، راه بنت الناس هذيك، ما تكرفسش عليها وعاملها بما يرضي الله. كيقولها دخلي وسدي عليك ماشي سوقك، بحال هكا كيهضر مع امه. اش توقعوا منه؟ المهم دارها ليا مره جوج وثلاثه، حتى واحد النهار وهي تهرس ليا واحد الضلعه. اش نقول لكم اخوتي، دوزت واحد شهر ونص في السبيطار. كتعرفوا السبيطارات العموميين كي كيكونوا، واحد شهر ونص راه لا حول ولا قوه الا بالله، الله يجعلهم مغفرة للذنوب. وكنت ديك الساعه كملت معاها عام وانا في السبيطار. واحد الليله وانا نجلس نفكر، قلت انا دابا باقا صغيره وباقي فيا الجهد ديال الخدمه، الا بقيت جالسه معاه غادي يدقدقني كلي، وغادي يجيب لي جميع انواع ديال الامراض المزمنه، وما غادي ندي منه لا حق لا باطل، وحتى الولاد ما غاديش نحلم بهم معاه. ما باغي يدوز، ما باغي يمشي عند طبيب. المهم الاحسن ليا نطلق ونمشي نرجع لدارنا. والدي مهما كان ما غاديش يجريو عليا، بداكشي اللي قسم الله غادي نعيشو كاملين. وهاد الفكره ديال الزواج نحيدها من دماغي. فعلا خرجت من السبيطار، ما كانش كيجي عندي، ما كانش كيسول فيا، وانا في المحضر ديال الشرطه ما قلت لهمش بالله هو اللي هرسني ولا هو اللي دار ليا. عداوني للسبيطار وانا كامله مدقدقه، يعني ضروري كيشوفوا علامات العنف كيعيطوا البوليس باش يديروا معاك استجواب او استنطاق كيف ما كيسميوه. انا على قبل امو اللي كانت مسكينه كتزوق فيا وكتبكي، قلت لهم راه غطحت في الدروج. وهذاك ما كان، مشيت لدارنا. صراحه تعاملوا معايا مزيان. الام ديالي مسكينه بقيت فيها بزاف، اللي كانت عمرها ما خلاتني يوميا كانت تجيب لي الماكله وداكشي اللي قسم الله. خواتاتي فيما ما كيكونوش قاريين كيجيو عندي كيطلعوا عليا، والوالد مسكين حتى هو مره كيجيب داكشي اللي قسم الله وكيجي يشوفني. ملي مشيت للدار وهضرت مع الام والاب ديالي وقلت لهم ها كاين وها كاين وها كاين، والحياه بينه وبينه ولات مستحيله، ما نقدرش نعيش معاه.
هو ماديا انا كنت عايشه مرتاحه، عمرني ما هزيت هم شي حاجه، ما نكذبش. ديما كاسيني، ديما الحاجه المخيره ديالي، الماكله تبارك الله موجوده، السكنه يعني بالنسبه ليا مريحه وكل شيء. ولكن تقهرت بالعصا وبالسبان والهضره اللي ما فيها ما يتسمع. وحنا راغي بشر وعندنا واحد الطاقه ديال التحمل اللي ما يمكنش نتجاوزوها. كنوصل لواحد النقطه وصافي كيف هذا الكاس. انا في ديك الايام صافي كان الكاس فاض، ما هضرت معاه، ما تكلمت معاه، ما شت فيه. مشيت طلقت راسي براسي، تنازلت على كل شيء وربحت راحت دماغي. وجيت تصنت لعظامي واحد الاسبوع، جلست في الدار ما كنخرج ما كندرج، غير جالسه وكنشوف، كنقول الحمد لله، وكنصلي صلاتي وكنقرا قران وكنقول يا سيدي ربي اجعل لي من ضيق طريق، يا ربي فرج علي هاد الغمه يا ارحم الراحمين، يا ربي رانا ما بغيت الحرام، بغيت غير الحلال. صافي كمل داك الاسبوع وانا نقرر انني نخدم في الحمام في بلاصه ماما، حيت ماما مسكينه صافي تسلخ ليها الجلد بديك قوه السخونيه. ولات هي مره كتمشي للديور بحال هذوك البارطمات اللي كيكونوا خفاف، كضرب بارطمه ولا جوج في النهار وكترجع في حالاتها. وانا وليت في بلاصتها في الحمام، وبحكم انني كنت من داك النوع المبشور اللي كيضحك مع الناس، كنت باقا صغيره وباقي عندي الجهد، درت الكليان كيعطولي في التليفون وكيقول لي هاني جايه، كنسيق ليهم بلاصتهم، كنحك السطوله وكنعمرهم ليهم وكندخلهم وكنحك ليهم وندير ليهم الماساج وما نخلي ما ندير ليهم، كنبقى معاهم من كيدخلوا حتى كيخرجوا. وصراحه كيدوروا معايا بداكشي اللي قسم الله. الحاله بدات الحمد لله كتقاد بشويه بشويه. راجلي تندم مع الحال، قالك بغى يرجع ليا، قلت لهم انا والله تقتلوني لا عتبت ديك الدار ولا بقيت وصلته. مو على راسي وعينيا، انا ما نمشيش عندها باش ما نشوفوش، ولكن هي مرحب بها في اي وقت، حيت الحق لله انا ديك السيده طيبه ومن اصل طيب وعاملتني بما يرضي الله. صافي بقيت دازت الايام، داز العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، ولات عندي 23 سنه. كنشوف العمر ديالي كيدوز، ولكن الحمد لله كنشوف خواتاتي كيقراو وكيجتهدوا، والام ديالي مسكينه غاديه في الكبر هي والاب ديالي اللي ما بقاش يعني كيشوف مزيان. وليت كندي عند الطبيب كندوز ليه، لقيت عنده مشكله في القرنيه خصو يدير لها الزرع وما عندناش الفلوس. انا اللي عليا من 7 الصباح وانا في الحمام حتى 11 الليل، حتى كنوقف معاهم ملي كيسدوه. ونهار الروبو ديالي راه كنمشي نضرب شي 2 ديور ولا 3 في التخمال. المهم الصحه ديالي كنشوفها حتى هي بدات كتسخسخ، ما عطيت الدرك بزاف لراسي، كنخدم يوميا ما عنديش نهار كنرتاح فيه نهائيا. المهم جمعت واحد المبلغ وعاونوني شي محسنين الله يجازيهم بخير في هذا النهار، وزرعنا القرنيه للاب ديالي والحمد لله يعني تحسنت الحاله ديالو، ودرنا ليه نضيضرات ورجع كيشوف. ومن تماك عاوتاني جمعت شويه ديال الفلوس ودرت واحد المحل غير صغيور حدانا في كاريان، عمرتو ليه بالتيد وبجافيل ومواد التنظيف، والحمد لله ما بقاش كيتسخسخ ولا جالس وكيبيع وكيشري. ومسكين ما عمر الدرهم ما كيخبيه، داكشي اللي كيصورو كيجيبو كنزيدو كنعاودو نكبروا المحل بشويه بشويه حتى الحمد لله عمر مزيان. بدينا بداكشي قليل الحمد لله بدا كيكبر. المهم شي ايام داك الحمام اللي كنت خدامه فيه جاو ليه شي قور وحكيت ليهم وعجبهم الحال ودوروا معايا. ديك الساعه بالنسبه لي ان جاو واحد 4 ديال العيالات كل واحد عطاتني 100 درهم، شي حاجه اللي هي خياليه يعني من غير الفلوس الاخرى اللي صورت في النهار كله. طرت بالفرحه داك النهار وما كملتش السمره حتى عاودوا رجعوا، قال لك عجبهم الصابون البلدي وعجبهم الغسول وطلبوني قالوا لي عافاك الا ما جيبي لينا الكيوسه باش كتحكوا راه واعرين بحال الشكل ديال الكوماج دائم
حقول المغربيات كيقولوا زينات بزاف والبشرة ديالهم رطبة وبحال بيبي. وبغينا شويه ديال الصابون البلدي يكون معطر، شويه ديال الغسول يكون مسقي، شويه ديال الزيوت، زيت ارغان، زيت اللوز الحلو، زيت اللوز المر، زيت الورد وما ورد. طلبوني على بزاف ديال الحوايج وانا قلت لهم هي اللي ما تعاود. المهم خدمت داك النهار في الحمام تساليت، لا غد ليه مع الصباح، وصلت 11 ديال النهار لبست جلابتي وخرجت، مشيت للسوق وتقديت الكيوسه وتقديت ليهم العكر الفاسي وتقديت ليهم الحنه جبتها ليهم وراق ودقيتها على ايديا، وجبت ليهم اداد، وجبت ليهم العرعار، وجبت ليهم زيت ارغان وما ورد والزيت ديال الورد، وجبت ليهم النيله، ما خليت ما جبت لهم طرفات ديال المسك والشبه. يعني صراحه تقديت لهم كاع داكشي اللي خاصهم، واهم حاجه الغسول والصابون البلدي اللي عطرتهم بالصابون البلدي، عطرتهم مزيان بالخزامه وبالريحان، والغسول صبتو على طريق جدودنا. شريت داك الغسول البلدي وسقيتو مزيان بالورد وبالريحان وبالخزامه وكاع داكشي اللي كيكون فيه، وخليته 3 ايام ولا 4 ايام في السطح حتى تشرب مزيان. وملي وصل النهار اللي كنت دايره معاهم فيه جوا عندي الحمام، يعني من داك النهار كانوا غادي يسافروا، صافي عطيتهم داكشي اللي خديت ليهم. عطوني واحد المبلغ ديال، يعني انا شريتهم تقام عليه داكشي كله تقريبا بواحد 250 300 درهم، عطوني شي 2000 درهم. انا ما طيقتش راسي، بقيت غير كنشوف قلت لهم لا راه هادشي ماشي الثمن ديالو، انا من نيتي. ما قالوا لي راه هادشي كيتباع غالي بزاف وما كاينش كاع حقيقي بحال هذا. وفرحت صراحه، قلت الله سبحانه وتعالى يعني الا ضربتي تماره وبغيتي الحلال ما كيتخلاش عليك، كرزقك من حيث ولا تحتسبي. فالحمد لله حمدا كثيرا، يعني الحمد لله رب العالمين. شديت دوك الفليسات عطيتهم الوالد، قلت لي زيد عمر الحانوت، وبقيت خدامه في الحمام نهار كنمشي كنخمل. المهم دوك القوريات ملي وصلوا لتماك داو نمرة التليفون ديالي، قالوا لك بلا شي صحاباتهم غادي يجيو، حتى هما نتهلا فيهم ونتقدى ليهم. فعلا داكشي اللي درت، جاو ما خليت ما درت ليهم، وعرضت عليهم حتى لدارنا ودرنا ليهم كسكسو وعجبهم الحال في الكاريان، عمرهم ما شافوا فحال داكشي. ومشيت خرجت وتقديت ليهم كاع داكشي اللي بغاوه. كان اللي وصاني على زيت ارغان يعني مقطر، وصلت عليه واحد السيد جابوا لي من اكادير، ما خليت ما وجدت لهم وما خليت ما عطيتهم، وتهلاو فيا بفلوس صحيحانيت وانا بدا كنخبي. وفي نفس الوقت يعني باقي كنخدم في الحمام، وبحال هكايا ولاو هذوك الكور شي كصيفط ليا شي. صافي الحمد لله الوضعيه تحسنات، وقررنا يعني اننا ننتقلوا من داك الكاريان، دفعنا في واحد البارتمان ديال السكن الاقتصادي، الحمد لله يسر الله. وبدينا يعني دفعنا لهم داكشي اللي كنا جامعين، وبقينا اللي كملنا معاهم نكملوا معاهم كريدي. بقات القضيه غاديه هكاك الحمد لله. واحد المره جات عندي واحد السيده من استراليا، وانا ديك الساعه ما كنهضرش بالانجليزيه نهائيا، ما كنعرفش منين نبداها، كنهضر معايا كلمه بالفرنساويه وكلمه بالانجليزيه. المهم وصلت لي واحد الفكره علاش ما نبداش نصاوب هذوك الغسول والصابون البلدي والكيوسه وداكشي ونصيفطو، راه مطلوب بزاف تماكين خصوصا في استراليا وفي اوروبا، يعني حتى هي غادي يكونوا امريكا واي بلاصه في العالم اخر، وحتى في الشرق الاوسط كيحماقوا على لي برودوي ديال المغرب. صراحه عجبتني الفكره. صافي مشى داك الجروب توا ترزقت مع الله، جمعت فيه شي صريف وانا جلست نفكر. قلت يا امينه فكر مع راسك شو كيفاش ديري. ديك الساعه كنت وصلت 25 سنه. المهم في هذا الوقت كنت وصلت 25 سنه،
يعني الانسان كيبدا كيكبر وما عارفش يعني واش الصحه ديالو غادي تسمح ليه يبقى يحك عباد الله في الحمام، واش غيبقى عندي الجهد باش نهز ونحط. حيت بديت التماره وانا صغيره بزاف اصلا من الدار، حيت الوالده كانت كتخرج تخدم من وانا عندي تقريبا واحد 6 سنين وانا كنسيق وكنخمل وكنغسل المواعن. قلت امينه الا بقيتي بحال هكا ما غاديش تمشي بعيد في حياتك. وهذا الشيء اللي قالت لي هاد السيده والله العظيم الا يقدر ينفعني في حياتي. ولكن انا مشيت وحده اللي قاريه بزاف، انا قريت ثالثه ساعه وخرجت وانا نقول مع راساتي غادي نبدا ندخل نقرا شويه داكشي ديال الانفورماتيك وفي نفس الوقت نقرا شويه ديال اللغه الانجليزيه ونخدم. المهم بقيت خدامه في الحمام وكيجوني الجروبات مره حيت صافي تعرفت، حتى هما ديال الحمام عجبهم الحال بزاف ولا الحمام مشهور بزاف وكيجيو كلشي كيطلبني بسميه وكيعيطوا لي اصلا بالتليفون قبل ما يجيو. كنخدم غير في الايامات اللي كيجيو عندي فيها الكليان ديالي، حتى المغاربه يعني عندي كليانات صحاح فيما كيحتاجوني كيعيطوا ليا، حيت كنت حاضره الراس بلا قياس هما كيعجبهم الحال وكان فيا الضحك. المهم بديت تسجلت في واحد السونتر ديال الانفورماتيك، درت دي كور اكسيليري، بديت تعلمت الوورد، تعلمت الاكسل، تعلمت باوربوينت، تعلمت كيفاش نصاوب لا كرياسيون ديال لي سيت 6 شهور اخرى. وفي نفس الوقت كنت نقرا انجليزيه وفرنساويه. ماشي درت شي سونتر فرونسي ولا سونتر امريكان، لا قريت غير في دي زيكول اللي هما عاديين، ولكن درت راسي في القرايه. داكشي اللي كنقراه كنمشي كنراجعو في الدار. خديت واحد البيسي قديم كنطبق فيه داكشي كله اللي تعلمت، بديت كنتعلم الفوتوشوب. وديك الساعه كانوا الناس ما كيعرفوش في داك الوقت، يعني واحد 10 سنين قبل من دابا ما كانش فوتوشوب مشهور بزاف. صافي بديت كنتعلم، بقيت متبعه كنقلب في يوتيوب وكنقلب هنا وكنقلب لهيه. وديك الساعه بقى الله بداو الناس كيدخلوا يعني الموديمات، دخلت حتى انا موديم لا دي اس ال ديال ماروك تيليكوم وكنخدم. واخا كانت الكونيكسيون كتفقس ولكن بديت كنتعلم، كنقلب في اليوتيوب وكنقلب يعني في المدونات وكنقرا وكنشوف داكشي كيفاش كيكون. بقيت مدابزه قلت الله ما نخلص شي واحد يصاوب ليا السيت، غادي نصاوب السيت ديالي بوحدي. فعلا صاوبت السيت ديالي. من بعد مشيت سافرت لاكادير وصورت، بديت كنصور زيتاركان ديال التجميل، كندخل التعاونيات، العشوب، الصابون البلدي، الغسول، الزيوت الاخرى، زيت اللوز كيفاش تيقطروها. كنصور فيديوهات قصار وكنلوح فيديوهات قصار وتصاور وكنقادهم وكنديرهم فوتوشوب وشويه. المهم كتحلق عليهم شويه وكتحطهم. صافي السيت ديالي بدا كيطلع بشويه بوحدو. ولكن هادشي صراحه خدا مني واحد العام تقريبا اخر، يعني ولات عندي بين العام ديال القرايه وهذا العام ولات عندي 27 سنه. وهنا كانت الانطلاقه ديالي. يعني في الاول كان كيجيني واحد كوموند ولا جوج في النهار، وحتى انا غير في الشيبينغ كيفاش توصل بقيت كنقلب على شركات اللي كيوصلوا بارخص ثمن. حتى درت واحد الاتفاقيه مع واحد الشركه انا نكون نصفت يعني دي كونتيتي اللي هما كبار وما في نفس الوقت يديروا لي تخفيض. بديت بحال هكا كنصيفط مثلا في الاسبوع واحد 10 ديال الطلبيات، شويه وليت يعني في النهار 10، شويه ولاو كيطلبوا مني 100 في النهار. وداكشي كنت كنصبر ربي شاهد عليا، اقسم بالله العظيم لا كلشي كيدوز على يديا. الكيوسه كنشري احسن ماركه كاينه في السوق وكنديها نعاود ليها الخياطه. ودرت لومبالاج الخاص بيا، تفاهمت مع واحد المطبعه صابوا ليا دي بوشيت زوينين بزاف فيهم رايه ديال المغرب ومكتوب عليهم بلادي، يعني شي حاجه اللي راقيه وزوينه. حيت لومبالاج كيلعب واحد الدور كبير بزاف. صافي وبديت كنشري مثلا زيت ارغان كنقسمو، كناخذ انايا مثلا واحد 40 لتر داك ديال التجميل كيكون غالي بزاف، كنقسمو انا في قريعات اللي فيهم ديجا سميه ديال الشركه اللي درت كرياسيون دون سوسيتي، درت شركه خاصه بيا.
صافي وبديت درت بحال الشكل ديال المقاولة، بقيت غادية بحال هكاك. يعني الطلبات غاديين كيكثروا، ها استراليا، ها الميريكان، ها اوروبا، ها الشرق الاوسط. صابوا البلدي كنصابوا على ايديا، كنعطروا كنقادو كنصابوا باش ما بغاوه. كناخذ لهم داك الغسول الابيض كيديروا به الوصفات لوجههم، طين، ما خليت ما خديت. وكلشي اي حاجه كناخذ الحاجه المخيره. كيف ما قلت لكم الغسول كنجيبو حجر وكنقادو نصابو عليه يدينا والوالده. بقينا هكذاك. المهم داز واحد العام ما نقول لكمش، اللهم بارك. يعني تشهرت عالميا، والفلوس اللي ولات كتدخل عمرني في حياتي ما حلمت بها. يعني اللهم بارك. وفي نفس الوقت بديت كنتعلم داكشي ديال دروب شيبينغ، تجاره عن طريق الانترنت. وليت مرة كندخل على اكسبريس، ودرت واحد المنصه خاصه بيا في واحد السيت. كناخذ دوك التصاورات اللي محطوطين في علي اكسبريس، كندخل عليهم شويه ديال الفوتوشوب باش ما نسماش سارقاهم، وكنحط كنشوف دوك لي برودوي اللي الشيبينغ ديالهم كيكون غراتوي، وكنهضر مع داك السيد اللي عنده داك ستور، داك السيد اللي كيبيع داك الشيء بالجمله، كنتفاهم معاه. كيكونوا اغلبيتهم شينوا. كنقول ليه شوف، حيت الحمد لله يعني تمكنت مزيان من اللغه الانجليزيه بحكم بانني وليت خدامه بها وليت كنقراها بزاف. واللي كيبغي شي حاجه راه كيوصل ليها على دار فيها راسو. كنقول له شوف اسيدي، راه بغيت ناخذ منك مثلا 100 قطعه، غتصاوب معايا في الثمن، والشيبينغ غنصيفط لك الادرس وانت تصيفطها ديريكتومون للناس. كنصيفط لهم الشكل ديال لومبالاج، وكتعرفوا الشنوا ما توحلش معاهم. ملي كتشرم عندهم بالكثره، مع كنت في الاول ب100 وليت شويه ب1000 ب2000 بياسه، يعني صافي. في دروب شيبينغ يعني ضربت يديا مزيان، حيت ديك الساعه كان يعني ما معروفش بزاف وما مشهورش بزاف وما كيعرفوش ليه الناس بزاف. هو يعني اغلبيه الناس اللي داروا منه لاباس في المغرب او في العالم. الحمد لله سيدي ربي يسر لي امري اكثر ما كنت نتخيل واكثر ما كنت نتصور. وديك صاحبتي الاولى اللي كان طيحت عليا الفكره ديك الاستراليه اللي ولات صديقه مقربه مني بزاف، قالت لي علاش اللي ما تحليش محل هنا في استراليا ديال داكشي المغربي. قلت لها كي غندير تنجي راه ما عندي لا فيزا لا والو. الا ضحك قالت لي لا، راه الكونط ديالك محرك وغادي نعاونك وهذا وهذا. فعلا درت فيزا، مشيت لاستراليا. كانت اول مره في حياتي يعني نسافر لشي بلاصه بعيده على بلادي. شفت عالم اخر وناس اخرين وثقافه اخرى، وعجبني الحال تما بزاف صراحه. وديك صاحبتي كانت في شكل سميتها كاترين، كنقولوا ليها كاتي. فرحت بيا مسكينه بزاف، حتى هي ملي كانت كتجي للمغرب كنت كنفرح بها. حيت ما قلت لكمش يعني حنا تبدلنا، شرينا اساس كبير وبنيناه وقاديناه وفرشناه ودوزت البيرمي، وخواتاتي تبارك الله كله والجامعه ديالها كلهم جامعات كبار ومعروفين. الحمد لله يعني صدر بيسر امرنا الى اقصى الدرجات. الاب ديالي دار واحد الولد هو اللي خدام، هو غير كيجلس في الحانوت، وبدلنا المحل من ديك البلاصه لبلاصه اخرى، ودرنا ليه الماعن كيبيعوا شري في الماعن. والحمد لله قدت الحياه. ففي استراليا يعني اكتشفت كيف ما قلت لكم عالم جديد. صافي بقينا كنقلبوا حتى لقينا البلاصه المناسبه، خدينا فيها واحد المحل صغير ودرنا فيه داكشي بيو مغربي ديال التجميل، دي برودوي كوسميتيك بيو، وعجبوا الناس بزاف. كان عليهم طلب بواحد الطريقه يعني ما نقول لكمش. صافي وليت كنسافر بزاف ما بين المغرب واستراليا، وكنصيفط لصاحبتي كاتي بيان سور هي كتاخذ لابار ديالها، ولكن البورسونتاج الكبير في الفضل كيبقى ليا. وميم طون ما تخليتش على الدروب شيبينغ، بقيت خدامه فيه. اي حاجه كنشوف لا ليفريزون فيها يعني غراتويت، كنشوف التوصيل مجاني، كندخل عند السيد وكنقول ليه كاين وها كاين وها كاين، كنشرح ليه كنقول ليه بانني يعني كندير دروب شيبينغ وبغيتك يعني نخدم انا وياك، انت غتربح وانا غادي نربح. صافي صدر بيسر لي امري. صافي الفلوس الحمد لله يعني جرات في ايديا، يعني الحمد لله. كيف ما قلت لكم يعني الله سبحانه وتعالى ديما كيجعل من ضيق مخرج يعني.
بعد العتمة ديال الليل كيكون داك الضوء ديال الشمس، سبحان الله العظيم، والحياة كتقاد وكتزيان. في نفس الوقت ملي مشيت لاستراليا واحد النهار تلاقيت مع واحد السيد اللي هو استرالي عربي مسلم، الله يعمرها دار، ظريف بزاف، ولد الناس. عجبتو بزاف، حيت تهلت في راسي. كتعرفوا الانسان ملي كتدخلوا فلوس راه كتهلا في راسو الى اقصى الحدود. باش كنلبس مزيان، كنقاد راسي، دوك لي برودوي ديالي انا الاولى استفدت منهم، كنطبقهم دائما، ما كنبيعش شي حاجه الا ما جربتهاش على راسي. حتى من الشامبوانات الطبيعيين وداك الشيء هما اللي كنت كندير. المهم داك السيد عجبتو، تفاهمنا. سيد ما شاء الله يعني بخيرو، عنده الشركات ديالو تماك وما خاصو حتى شي خير. ما كبيرش بزاف، عنده 38 سنه وانجينيور داتا، يعني الدبلوم ديالو عاد باش دار شركاتو باش خدم خدمته. وفي الاصل اصلا هو لاباس عليه، يعني ما خاصو خير. والعقليه ديالته زوينه بزاف، شخص محترم باغي يعيش بما يرضي الله وصافي. شرط عليه في الاول انني ما غاديش نتخلى على خدمتي، قال لي حياتك هذيك، ولكن ريال من فلوسك عمره ما نقيسو ولا نقرب ليه. انا عليا نتيا بكل مالك، باي حاجه تخصك انت مسؤوله مني، وفلوسك دبري راسك، صيفطيها لداركم، شوفي شنو ديري بها، جمعيها. رزقنا الله شي وليدات يعني ديري لهم شي حاجه بها، انت حره. فعلا داكشي اللي كان. جا المغرب خطبني من دارنا، والحمد لله يعني تزوجنا. وبحكم انني عندي مشروع تما كاين، يعني محتاجيتش نبقى نصاوب الوراق وداكشي، كانوا مصاوبين ديجا. استقريت في استراليا، والام والاخت اللي كانت من ورايا خدمتي اللي ولات مسيره الشركه ديالي تماك في المغرب. في نفس الوقت درنا واحد التعاونيه مع شي عيالات، ولينا خدامين. يعني حنا داكشي ديالنا كنخدموه بوحدنا وكنصيفطوه. كتصيفط لي انا كنبيع تماك، وكتصيفط يعني فيما جات شي كوموند لشي بلاصه كتصيفطها. الحمد لله يعني صافي بقات داكشي كله بقى غادي مزيان. اختي الثالثه دارت كليه ديال الطب، دابا عندها سنه خامسه. واختي الصغيره كاع دارت هندسه، دارت مدرسه المحمديه. وانا الحمد لله دابا صدر ربي رزقني بوليد وبنيه، الله يخليهم ليا. وراجلي قرة عيني واغلى ما عندي في هاد الدنيا، كيعاملني احسن معامله وكاني ملكه زماني، ما خاصني حتى شي خير معاه. قبل ما كنحلف امي على الحاجه كنلقاها قدامي، واقسم بالله العظيم ما عمر ريال كيخليني نخسرو من مالي الخاص على الدار او على شي حاجه. كيقول لي فلوسك استمتعي بها. الحمد لله انا ما محتاج. عوضني بداك الحنان اللي كان ناقصني في حياتي، حيت كيف ما عرفتو يعني المحيط الاسري اللي تربيت فيه، الاهل ديالي ما كانش عندهم الوقت باش يعطوك الحنان ويعطوك الحب ويعطوك الرعايه، كانوا مقاتلين مع الوقت. هو لا، ديما كان كيعطيني وقتي. دروب شيبينغ مبقاش دايره فيه راسي بزاف، حيت الحمد لله يعني داكشي اللي كفيني وكثر وصلت ليه. ومشروعي عندي يعني الحمد لله ميسر ليا في صدر ربي، وفتحت فروع اخرى في دول اخرى بلا ما نسميها، وتشهرت عالميا، ولدت يعني سيدة اعمال من الدرجة الاولى. وتشي خير ما خاصني لا انا ولا راجلي ولا وليداتي، عايشين في هدوء. والحمد لله يعني وليت كنبغي راجلي بزاف، وحتى هو كيبغيني، كيخاف عليا كنخاف عليه. ربنا ولادنا تربية اسلامية صحيحة، كنتهلاو فيهم وكنخرجوهم وكنعطيهم وقتهم. كاع داكشي اللي تحرمت منه في حياتي عطيته لولادي، واهم حاجه هي الوقت ديالي. كنت كندوز معاهم وقت بزاف باش ما يتعقدوش في حياتهم، باش ما يكونش عندهم شي مركب نقص، باش ما يحسوش انهم بوحدهم، باش ما يبعدوش عليا، باش ما يبعدوش على اصولهم العربيه المسلمه. وخرجوا كيهضروا بالدارجه المغربيه، حيت حتى راجلي علمته الدارجه. ايوا الحمد لله حياتنا غاديه من حسن الى احسن. كيف ما قلت لكم اختي يعني اللي من ورايا هي اللي ولات تماك شاده الشركه كتسيرها، وبقات خدامه في دروب شيبينغ.
وتزوجات يسر لها سيدي ربي وولدات وليداتها وعيشة معززة مكرمة. العهد ديالي صفتناهم الحج وجلسوا تصنتوا لعظامهم في دارهم، ما خاصهم حتى شي خير، اللي حلوا عليها فمهم كيلقاوها. وانا نتفكر ملي كنت صغيره كانوا الرجال كيجلسوا مع الوالد ديالي كيقولوا لي بو البنات ما كيجيو راهم غير الكوارث والمشاكل والصداع. كان مسكين الله يعطيه الصحه والسلامه وطول العمر، الله يحفظه لينا، كيقول لهم بناتي هما اكبر خير عطاه لي الله سبحانه وتعالى في هاد الدنيا، والله يخليهم لي هما النور ديال عينيا باش كنشوف. ومره كيفكرني فيها كيقول لي عقلتي اش كانوا كيقولوا واش كنت كنقول لهم. ودابا فعلا الناس كلهم كيقولوا غير لا فاطمه وسيدي محمد هما اللي ولدوا، ولات لاله فاطمه وسيدي محمد بعد ما كانت فاطمه اللي خدامه في الديور وكساله في الحمام، وحموده ولا حماده ولا كل واش كيقول ليه كان خدام في الموقف. صراحه فلوس كتبدل بنادم، وراه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الله سبحانه وتعالى قالها، وحنا غا بشر ضعاف بزاف قدام الشهوات ديال الحياة. ودابا الحمد لله يعني كلنا عايشين حياة يعني مرتاحة جدا، ما انني ما قلتلكمش انه بعد ما طلقت شحال من وحده كانت عرضت علي انني نخرج للطريق وانني نولي نخرج معاها وغادي نعيش حياة زوينة، وانا كنت كنقول لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم عمرني ندخل على والديا 4 ريال ديال الحرام. الحمد لله بقيت كنكافح، وفي الصهودات كنحك في السخون لعباد الله وندير في المساجات، مرات كتسلخ لي عنقي، مرات كتسلخ لي وجهي، مرات كنتسلخ كلي، كنمرض كنكون فيه الشقيقه وكندخل نحك وكنضحك البنادم في وجهه واخا ربي اللي عالم بحالي، لكن ربي كبير سبحانه وتعالى. الا مشيتي في طريق الخير عمر الله سبحانه وتعالى ما كيتخلى عليك. وبالطبع كيف ما الله سبحانه وتعالى يسر لي امري، حتى انا يعني كنحاول نعاون الناس اللي محتاجين في بلادي، كنحاول مره ملي مشيت المغرب كنطلع لدوك القرى النائيه كنفرق الماكله الشراب اللباس. كاين ناس بنات مساكن يتيمات عاوناهم تتزوجوا وداروا ديورهم، خدمنا شحال ديال الناس الحمد لله. الله سبحانه وتعالى كيعطيك وكيجربك واش كتستحق ديك النعمه ولا لا. الا كنتي كتستحقها وعرفتي بالقيمه ديالها وعرفتي ما دير بها كيزيدك وكيبارك ليك، ولا ضيعتيها في التفاهات كياخذها لك من بين ايديك وانت كتشوف بعويناتك وكتندم في واحد الوقت كيكون كما كيقولوا لي فرونسي ديجا ترو طار، كيكون فات الحال. فانا تعلمت من الحياه انك اذا كان عندك شي حلم ما تخلاش عليه، قاتل حارب سهر، حتى حاجه ما سهله وفي نفس الوقت حتى شي حاجه ما مستحيله. انا كنت ديما كنقول غادي نخرج والديا من هذا الفقر، كنت ديما كنقول خواتاتي ما نخليهمش يتخطبوا ويتزوجوا من الكريان باش ما يتحقروش بحالي انا، حتى انا راجلي كلمه جوج الاول بالطبع كان كيقول لي جبتك غير من الكريان ونعستك على الناموسيه وغطيتك بمزافيل. والله الا كانت هذه الجمله ديالو الشهيره اللي كيقول لي دائما فيما كان كيوقع بيناتنا شي سوء تفاهم. ايوا الله يهديه الله يسمح ليه، انا مسامحه هدني واخره، وفعلا يعني كون ما تزوجتوش وكون ما وقعش لي دوك المشاكل كلهم في حياتي مستحيل كنت نوصل لهذا الشيء اللي وصلت ليه دابا. والحمد لله اولا واخيرا، وهذه قصتي وهذه حكايتي. فكيف ما كتشوفوا معايا واحد القصه اللي هي زوينه بزاف وهي حقيقيه، والاسم ديال مرات القصه فعلا هو امينه، وانا كنعرفها شخصيا وخديت من عندها الاذن باش نحكي القصه ديالها، وعطاتو لي الله يجازيها بخير، وغادي تكون في الاستماع معها بالصحه والسلامه وربي يبارك ليها في حياتها. يا صراحه قصه فيها بزاف ديال العبر، واهمهم ان الحلال ما كاينش محسن منه. طريق الحلال ديما كيوصلك لشي حوايج كبر من التطلعات ديالك. قداش ما خفتي من الله سبحانه وتعالى وتبعتي الطريق المستقيم
قداش من مصدر بك رزقك، فإن مع العسر يسرا. ربي قالها وفعلا كاينه، ونعم بالله. كنتمنى القصه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش من اشتراكاتكم باش نكبروا قناتنا، ما تنسوناش من دعمكم بتعليقاتكم واعجاباتكم اللي كيفرحونا بزاف وكيخلوا القناه تزيد تكبر اكثر وتبان للناس اخرين في اليوتيوب. وكنتمنى لكم السعاده والصحه والسلامه وراحه البال، والله يرزق كل محتاج من حيث لا يحتسب، واللي عنده شي خير الله يزيده ويبارك ليه فيه. وخليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم حكاياتي. كنتمنى تكونوا بالف خير وصحه وعافيه باذن الله تعالى. فضلا وليس امرا كنطلب منكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. اعجاباتكم كتفرحنا وتعليقاتكم كتحفزنا، دعمكم مهم بزاف بالنسبه لينا، وشكرا لكم. سميتي حياه، تزاديت في حي شعبي من احياء مدينه سلا الجميله. الاب ديالي ما كنعرفوش، حيت كيف ولدتني الام ديالي ب9 شهور هرب علينا وخلانا. اما الام ديالي فكانت من اسره فقيره جدا حتى هي، وكانت مازال صغيره. رفعت الدعوه ديال الطلاق، وبما انه الاب ديالي كان هربان ما خداتش وقت بزاف حتى تطلقت منه، ودغيا دبرت على راجل اخر تزوجت به وبقيت عايشه معاهم. وانا كنكبر والمشاكل كتكبر معايا. زوج الام ديالي ما كانش متقبلني، والام ديالي كانت كتكرهني كره العمى. قال لك كنفكرها في الاب ديالي، كنشبه ليه لا في التصرفات ولا في الشكل. مع العلم انني ديك الساعه كانت عندي شي 5 سنين تقريبا. عشت جميع انواع التعنيف وجميع انواع العنف الاسري. كنت كناكل العصا اللي ما كياكلوهاش الناس الكبار، ولكن ما باليدي من حيله، ما عندي حتى شي بلاصه ممكن نمشي ليها، وباقا صغيره كيف ما قلت. وصلت للسن القانوني ديال التمدرس ودخلت المدرسه بزز، حتى الجيران جاو كيطلبوا في الام ديالي وكيقولها حرام عليك وما تضيعيهاش، ورا عندها وريقاتها وعندها كلشي ديالها، والاب ديالها ماشي ناكرها، يعني معترف بيا انا الاب ديالي. راه ما مشى حتى كملت 9 شهور، يعني كان اوراقي كلهم رسميه. لا البنت مسكينه يعني على الاقل تحرمت من باها وتحرمت من بزاف د الحوايج في حياتها، ما تحرميهاش من القرايه. فوافقت ودخلت المدرسه كنقرا بحال الدراري والبنات الاخرين. وكان داك الوقت اللي كنقضيه في المدرسه هو اجمل وقت في حياتي. علاش؟ ما كناكلش العصا، كيتعاملوا معايا الناس بطريقه عاديه، واخا كنت ديما مكرفسه وحوايجي حالتهم وعينيا زرقين، ولكن كنت كنفرح وكنحاول ندير فوق من جهدي باش نقرا ونتعلم. في داك الوقت الام ديالي كانت ولدت وليد وبنيه من زوج تاني ديالها، كانوا بزوجهم صغار. انا كنت كنرجع من المدرسه وانا بنيه صغيره عندي 7 سنين، وكنوقف على الكرسي وكنغسل الماعن وكندوز الجفاف. وفين كنت كنعس؟ والله ما نكذب عليكم، الا كنت كنعس في واحد الكولوار كان جاي اعزكم الله ما بين الطواليت والكوزينه، حيت الدار كانت صغيره ما كانتش كبيره بزاف، والصالون ممنوع ندخل ليه. هذاك غير ديال الضياف. بقيت الحياه غاديه هكاك، عام مورا عام مورا عام. طلعت الاعدادي الحمد لله، كنت فرحانه بزاف، كنقول على الاقل حياتي غادي تبدا تقاد. وراجل الوالده كانت الظروف ديالو يعني ماشي مكفسه كاع. تحولنا من ديك الدار اللي كنا ساكنين فيها وسكننا في دار اخرى على قبل وليداتو باش يدير لهم البيوت ديالهم. وبقيت انا كنعس في مكان البيت اللي كنجلسوا فيه كناكلوا ونشربوا فيه، وليت كنعس فيه انا الحمد لله، على الاقل احسن من الكولوار. شويه ولا راجل الام ديالي بدا كيتحرش بيا. ملي بديت كنكبر شويه كيتحرش بيا تحرش علني، وانا كانت الحمد لله شخصيتي ماشي من دوك الشخصيات الضعيفه، كنت كندافع على راسي بكل ما اوتيت من قوه، كنغوت ليه في وجهه وكنقول ليه بعد مني ولا ما بعدتش مني غادي ندير صباعي في ودني وغادي نفضحك قدام الجيران كلهم وغادي نشوهك مع الناس كاملين. وانا بنت صغيره وكنموت بالخلعه وديك الهضره ما كنعرفش غير القدره الالهيه الله سبحانه وتعالى اللي كيرزقها ليا باش نقدر نقاوم، نقدر نحافظ على راسي
ونقدر ندافع على راسي في نفس الوقت. كانت واحد الحياة ما عرفتش شنو نقول لكم، صعيبة بزاف. كنت خدامة في الدار وخدامة في الزنقة، مني السخرة مني الشقة كله، وانا مازال ما كملتش 15 عام. طلعت للثامنة وكنقول ان شاء الله غادي نصبر وغادي نكافح وغادي نقرا، والحمد لله كنت كنقرا مزيان، وكان ديما الناس كيشيدوا بالاخلاق ديالي. كنت كنقول ما بغيتش نكون لا بحال ماما ولا بحال بابا، بغيت نكون من داك النوع ديال الناس اللي كيتحملوا المسؤوليه، ولا دار شي خطا يعترف به. حيت انا بالنسبه للام والاب ديالي كنت خطا لا اقل ولا اكثر، واخا هما كانوا مزوجين على سنه الله ورسوله، ولكن حتى واحد فيهم ما كان باغيني. كنت كنفكر بعض المرات كنقول كون داوني شي خيريه او حطوني امام شي مسجد لربما كنت غادي نكون عايشه حياه احسن من هذه. واحد الليله كنت ناعسه ما بيا ما عليا، حتى كنحس بشي حد قرب ليا. تخلعت، زوج الام ديالي دار ايديه على فمي وما عرفتش شنو كان ناوي يدير، راه غادي تكونوا فهمتوا. ما عرفتش كيفاش ضربته بالمرفق ديالي لعيني حتى غوت. ويجي الام ديالي شافت كلشي على عينيها وانا نبدا نبكي. قلت لها راه حيت انا شحال من مره كنقول لها راه راجلك ما بغاش يعطيني الثقه، راه راجلك ما بغاش يعطيني الاتساع، راه فيما كنكون كندير شي حاجه كنجي كنلقاه كيطلع عليا، كنجي كنلقاه كيشوف فيا، كنخرج من الدوش كنلقاه في وجهي، هاد عار لما شد عليا راجلك. وهي كانت كتميك. علاش؟ حيت ما عندهاش البديل، عاشت مع حياه مرتاحه، ما كتخدم ما كدير والو. وحتى في الدار كانت عندها الخدامه اللي هي انا، كانت مقابله غير الصحابات والخروج والمكياج واللباس. انا كنت كنظن ملي شافتني في ديك الوضعيه غادي تحرك قلب ديال الام والحنان ديالها، وغادي تعطف عليا وغادي تدور فيه وغادي تهزني انا وخوتي وغادي نخرجوا. تقول لي انت اللي كتجبديه. قلت لي دابا شنو غادي يجيك مليح؟ وانا كنشوف. قلت لي غتجمعي حوايجك وغتخرجي عليا من داري، حيت الراجل قال لها يا انا يا هي. اختارت الرجل حرمه بنتها. سبحان الله، كيفاش ممكن هذه تكون الجنه من تحت اقدامها؟ كيفاش ممكن هذه يقدر يتقبل العقل انها حملت بيا 9 شهور وتوجعت وهي كتولد فيا ورضعاتني؟ يعني ما كاينش حتى نسبه 1% ديال الحنان في قلبها من جهتي. هذا الامر كان كيجيني غريب بزاف، وانا كنت ما كنرضاش فعلا. ما هزيت الحوايج لحتى شي حاجه، خرجت هكذاك في الظلام وبالليل وبوحدي في الزنقه، وما عندي حتى شي بلاصه نمشي ليها، وما كنعرف حتى شي واحد، وما عنديش صحابات. كيف ما قلت لكم ما عنديش العائله. عائله الاب ديالي ما كنعرفهاش، وعائله الام ديالي اصلا ما كنمشيو عندهم ما كيجيو عندنا. كنقول حياه فين غادي تمشي؟ منين غادي تجي؟ انت مازال صغيره، دابا تلقى لك شي واحد داكشي اللي هربتي منه غادي تطيحي في مكفس منه. ولا نمشي لواحد الركينه في واحد البلاصه والبرد ولا لابسه والو، لابسه غير بيجامه خفيفه. بقيت جالسه تماك حتى صباح الحال. ملي صباح الحال بقيت كنسارة في الشوارع نهار كله كنبكي بحال شي حمقى، حيت ما عنديش شي حل وما عارفه حتى شي حاجه، وما عندي حتى شي تجربه، وما عنديش علاقه بحتى شي مخلوق فوق الكره الارضيه من غير الام ديالي وخوتي وديك الدار اللي كنت عايشه فيها. في المدرسه كنت كنمشي باش نقرا، وكنت ممنوعه من الصحابات، كانوا محرمين عليا ندير الصحابات. كتقول لي يا ماما ديك الساعه لقيتك مع شي وحده نقطع عليك الرجلين. وانا كنت كنخاف بزاف، حيت عارفه الصحابات غادي يفقهوني وغادي يوريوني، وهي ما بغاتنيش نتفقه ولا نفهم، بغاتني نبقى ديما خدامه عندها في الدار. بقيت كندور نهار كامل. بالليل بلي واحد المسجد في واحد البلاصه اللي انا ما عرفتهاش شنو هي، مشيت حداه وجلست. ملي جلست وجه واحد الراجل كبير، والظاهر انه كان امام المسجد. يقول لي يا بنتي شنو كديري هنا؟ غير قالها ليا وما بداو دموعي كينزلوا. قلت لي ما عنديش فين نمشي. يقول لي لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي فين كاينه داركم؟ قلت لي ما عندناش دارنا. قال لي وفين هو والديك؟ قلت لي ما عنديش. يقول لي كيفاش؟ وانا نعاود ليه ان الاب ديالي تخلى عليا وانا عندي 9 شهور، الام ديالي تزوجات، عاودت لي كل شيء. تاثر مسكين، سيدي مسكين، يعني كان راجل كبير. ملي سمع القصه ديالي تاثر بها بزاف. قال لي شوف بنتي، انا غادي نحل لك القسم ديال النساء
ودخلي ونعسي فيه، وغادي نجيب لك مخده ونجيب لك لقطه تنشوف لك شي حل باذن الله تعالى، حيت ما كايناش الزوجه ديالي كون كانت كنت طلعتك لداري. قلت لي بارك الله فيك سيدي، الله يجازيك بخير وشكرا. فعلا مشى غبر واحد 10 ديال الدقائق وجا جاب معاه السوارد وجاب معاه مخده وشي 2 مانطات، وجاب لي واحد باش نقول لكم بحال بينوار، وجاب لي فولار. قال لي غطي راسك راه كاين البرد عليك بنتي. قال لي كتعرفي توضي وتصلي؟ قلت لي راني قريت حتى للثامنه. قال لي ما شاء الله اللهم بارك. قال لي صلي لعله وعسى سيدي ربي يشوف من حالك. قلت لي شكرا بارك الله فيك سيدي. فعلا دخلت لذاك القسم ديال النساء وفرشت مانطه ودرت مخده وتغطيت بمانطه، ما نكذبش عليكم ما توضيت ما صليت حيت كنت مهدوده، ما بقاش عندي العقل حتى اللي يفكر. نعست ما عقلتش حتى الفجر، وجا السيد كيفيق فيا قال لي بنتي سمحي لي ولكن خصك تخرجي، هو ما تبعديش، راه اليوم غادي تجي الزوجه ديالي باذن الله وهي غادي تشوف شنو غادي دير معك. قلت لي واخا سيدي الله يجازيك بخير. وباقي عاقل هز 5 ديال الدراهم وعطاها ليا. ديك الساعه 5 دراهم كانت عندها واحد القيمه، انا حشمت نشدها من عنده، ولكن ما عنديش شي خيار اخر، غادي نموت بالجوع. يومين ما ذقتش النعمه. مشيت لواحد البلاصه خديت الخبز عامر باللوبيا، خديت معاهم كاس ديال عطاي وكليتهم وشبعت كرشي، وبقات عندي 2 دراهم بجيبي. وبقيت كندور غير تماك، كندور حتى وصلت ديك 6 ديال العشيه وتاني جاني الجوع. مشيت شريت خبزه درت فيها فرماجه وكليتها. سمعت الاذان ديال العشاء اذن وانا نمشي حدا الجامع، وقفت في اللور ديالو حتى بانوا لي الناس كيخرجوا، وانا نمشي قدام الباب قدامي وقفت حتى تم خرج داك السيد اللي هو امام المسجد. جا عندي وقال لي بنتي سمحي لي راه ما لقيت عليك جهد، دابا راه السيده ديالي جات للدار، يلا معايا. الدار ديالو كانت تابعه للمسجد تقريبا، بقيت غاديه من وراه المسافه ديال شي 2 دقائق ما كاملاش في الجهه الاخرى من المسجد. دق في الباب، دخلنا لقينا واحد السيده اللي هي كتبان عليها طيبوبه، ما بنتي واحد المراه كبيره شويه في السن، تكون في ديك الخمسينات، مسكينه شافتني وكتقول لي الله الله يا بنيتي، الله الله يا بنيتي، الله مالك على هاد الحاله، كل وسخ وحالتي لا هي حاله وطرابات قالت لي يا بنتي ندوش ليك. فعلا دخلتني للدوش ودوشت ليا، عمرني في حياتي ما دوش ليا شي حد، اولا ربما دوشت ليا الام ديالي فاش كنت باقا صغيره بزاف، ولكن ما عاقلاش حياتي كلها وانا كنغسل بوحدي ولا كيغسلوا ليا الجارات. ولكن بهذا الحنان اول مره نحس به مع هاد السيده. دوشت ليا وجبدت لي حويجات ولبستهم ليا، وقالت لي يا بنيتي راه عاود ليا الزوج ديالي شنو وقع لك، وصراحه تاثرت بزاف، الله يقبح الوقت وبنادم الله يكملو بعقله صافي. قلت لها انت كتشوفي لالا؟ قالت لي قولي لي يا خالتي عيشه. قلت لها متشرفين خالتي عيشه. قالت لي انت بنتي شنو سميتك؟ قلت لها سميتي حياه. قالت لي والله يرزقك كل ما كتمني من هذه الحياه، الله يرزقك خيرها ويكفيك شرها. قلت لها اللهم امين بارك الله فيك. قالت لي بنتي غتكوني ميته بالجوع، اجي تاكلي. فعلا كان العشاء داكشي بسيط ولكن كان لذيذ بزاف، وكليت حتى شبعت، ربما لاول مره في حياتي شبعت بمعنى الكلمه. ومن بعد واحد البيض صغير في واحد المضربه قالت لي اجي نعسي فيه. مشيت نعست وتغطيت، قالت لي ما تفكري في حتى شي حاجه اللي كانت يكون لها الله سبحانه وتعالى. فعلا نعست ديك الليله ما فكرت في حتى شي حاجه، واصلا فينا هو العقل اللي غيفكر، العقل صافي تخربق مزيان. هاد الخلعه، هاد داكشي اللي داز عليا ماشي ساهل، هاد انا باقا صغيره اصلا في العمر. نعست حتى الصباح وفيقتني السيده مع جوهي ديك 8 ونص الصباح. غسلت وجهي، لقيت الفطور موجود، كليت وقلت لها سمحي لي يا خالتي راه غادي نمشي في حياتي. قالت لي يا بنتي ما عندك فين تمشي، غادي تمشي تدوري في الزناقي؟ انتي ماشي وجه الزناقه بنتي، باينه فيك بنت داركم، وغير الظروف اللي درت بك هادشي.
لها انا عمرنا خالتي ما كانت عندي الدار باش نكون بنت دارنا. قالت لي بنتي الدار راه غير حيوط، انا كندوي على الاصل، كندوي على التربيه، وانت ما شاء الله باين عليك تربيتك صالحه. قلت لها بارك الله فيك. قالت لي واش صليتي؟ قلت لها لا انا عمرني ما صليت في حياتي، حيت عمرني ما شفتي واحد في دارنا كيصلي. قالت لي يلاه بنتي كتعرفي؟ قلت لها راه قراونا في المدرسه كيفاش نتوضاو وكيفاش نصليو. قالت لي يلاه نعاود نعلمك كيفاش توضاي وكيفاش تصلي. فعلا عاودت معايا الوضوء ووقفت معايا حتى صليت ووراتني كيفاش، وكنت عارفه وكنت حافظه يعني قصار الصور، وحافظه شي شويه يعني الرحمن، الواقعه، المجادله، بحكم داكشي كان عندنا في التربيه الاسلاميه. وحسيت بواحد راحه صراحه، وكانت هذيك اول مره في حياتي نصلي فيها، عمرني ما نسيتها. من بعد قلت لي يلاه معايا المارشي، مشيت معاها، تقدينا خضيرات، تقدينا شويه ديال الديسير، تقدات الدجاج، ومن تما كدات عند واحد من الحانوت، شفت ليه عنده شي حويجات، وشفت ليه عنده تقيشرات، حويجات سخان حيت كان الجو بارد. واحد البانطوفه ما عمرني ما ننساها في الموف، كانت زوينه بزاف، فرحت بها قد حقي في الدنيا. وقالت لي ملي جا عمك سي عبد العزيز في العشيه راه نقول ليه عطينا غدا الفلوس ونشري لك ان شاء الله شي بوتيو على قبل هاد الشتوى، باش ملي تكوني تخرجي معايا ما تكرفسيش. قلت لها شكرا بزاف اللي خديكم عليا. قلت لي شوفي بنتي، حنا راه ولادنا كلهم تبارك الله كبروا وتزوجوا، كل فين مشى كنتلاقاو غير من الصيف للصيف بحال الاغراب، وحنا بقينا الراس في الراس كنضلوا مناقرين. انت معانا حتى تشوفي شي حل راسك ودير لك الله شي تاويل ديال الخير. قلت لها شكرا وبارك الله فيكم. فعلا دازت ديك ايام زوينه بزاف، داز الاسبوع الاول والثاني والثالث، ولفت دوك الناس بلا قياس وحتى هما ولفوني، والحمد لله الحياه مشات، وليت كنصلي، وليت كنصوم معاهم اثنين وخميس، واحد الحياه اللي هي مختلفه كليا على الحياه اللي كنت عايشه فيها. الراجل الام ديالي كان كيجيب معاه المشروبات الكحوليه للدار، كانوا كيديروا شي فضايح، ديما غير موسيقى، انا ديما ما كان غير القران، ما كان غير ذكر الله سبحانه وتعالى، عالم مختلف كليا. بقيت معاهم حتى دازت شهرين، وبحكم ان خالتي اللي عايشه كتعرف الناس تماك، قالت لي راه كاين واحد الناس في طنجة هما ماشي مغاربه، اسبانيين، ومحتاجين لشي بنت تكون مساعده عندهم في الدار. الا رضيتي وبغيتي بنتي، انا راني ما بغيتكش تفرقي معايا ومستعده نهزك بسنان الا ما قدرتش عليك، ولكن بغيتك ديري شي حاجه في مستقبلك، حيت انا ما عندي ما نعطيك. قلت لها خالتي الا كانوا ناس مزيانين وغادي يحافظوا عليا انا موافقه، نمشي من غدا ان شاء الله. قالت لي صافي راه نسول السيده وقتاش بغات تسافر وراه ديك معاها. دازت واحد 3 ايام مع جات السيده قالت لها بلا غادي تسافر لغد ليه، خصني نوجد راسي، شرو ليا صاك وشرو لي حويجات اخرين وجمعوهم ليا، ومسكينه ما خلات وجدت ليا. وصراحه خالتي العيشه داكشي اللي بكاتو ما عمرني ما بكاتو عليا من هضت. وحتى عمي سي عبد العزيز الله يجازيه بخير كان بوس لي في ايدي وكنقول يا عم خيرك ما ننساه. قال لي غادي نبقاو ديما ان شاء الله نتصلوا بك، راه السيد عطاتنا النمره ديال الناس اللي غتسكني عندهم. قلت لي ان شاء الله. وسافرت، وكانت اول مره في حياتي غادي نسافر فيها. وفين غنمشي لطنجة اللي كنت ديما كنسمع بها، ولكن ما عمرني ما شفتها حتى في التلفازه، حيت التلفازه كانت ممنوعه عليا. مشينا وركبنا في الكار، بقينا غاديين حتى وصلنا، مشينا لواحد البلاصه اللي هي زوينه بزاف فيها غير فيلات. ودخلنا الدار، وكانوا يعني واحد الراجل ومراته اللي هما كبارين في السن، كانوا اسبانيين ولكن كيهضروا بالدارجه المغربيه مزيان بحكم انهم دوزوا اكثر من 30 عام في المغرب. وقالوا بان اولادهم كلهم عايشين تماك على برا، شي عايش في اسبانيا، شي عايش في هولندا، كله فين عايش، كله فين مستقر. عندهم 2 ولاد وبنت، وهي راجلها ما قدروش يتفرقوا على المغرب. وبقيت معاهم، عاملوني يعني معامله اللي هي زوينه بزاف صراحه. وانا ديك الساعه ما كنت كنعرف نطيب، ما كنعرف ندير والو، تعلمت نطيب من السيده اللي كطيب، كنت كنشقى من نيتي حيت مولفه الشقا. هادشي اللي كنديرو هنايا في الفيلا عندهم كيجيني كيف والو.
عطوني بيت ديالي وبيت صغيور، ولكن الحمد لله احسن من الزنقه. وديك الساعه كانوا ديروا ليا 8000 ريال في الشهر، اللي بالنسبه لي كانت شي حاجه كثيره بزاف، مع المأوى ومع الاكل يعني اش باقي بغيت. وكانوا كيكسيوني من الفوق وكيدوروا معايا مره ولا جاو عندهم ضياف وداكشي كيجيبوا لهم الشوكولات وداكشي، ديما كيعطيونا حقنا حنا البنات اللي كنخدموا عندهم. كنا حنا جوج وكانت واحد السيده كطيب اللي علمتنا بزاف الحوايج عمر خيرها ما نساوه. وفعلا خالتي العيشه هي وعمي سي عبد العزيز كانوا كيعيطوا لي كل ما تيسر لهم، وكنت كنهضر معاهم وما كانوش كيقولوا حتى شي حاجه الناس اللي كنت خدامه عندهم. داز العام الاول، داز العام الثاني، وصلت 17 سنه بديت كنكبر والحمد لله. يعني ملي مشيت عند ام عيشه دات لي الفولار، وليت يعني متحجبه، ما بقيتش كنحيدو نهائيا. المهم ديك السنه ديك السيده اللي كنا خدامين عندها كانت مرضت واحد المرضى خايبه مسكينه ما شاء الله، وخاصها ضروري تمشي دير عمليه وبغات تمشي ديرها في بلادها، وطلبت مني انني نمشي معاها كمرافقه ليها ونرد البال ليها، حيت تماك ما كاينش اللي كيعقل على الاخر. هما كيراقبوهم صحيا وما الى ذلك، ولكن خاصها شي مرافقه اللي تكون معاها 24 على 24 ساعه. قبل ما تحدد موعد ديال العمليه كانوا كيوجدوا لي فورقاتي، بقيت كنتسنى حتى وجد كل شيء ومشينا بالباط باقي عاقله حتى الخزيرات. ما عمرني ما ننسى ديك الذكريات، كانت اجمل ايام عمري وحياتي. عرفتي واحد الاحساس شحال زوين انك تركب في باطو وسط البحر، زوين بزاف داك الاحساس. وصلنا اسبانيا، ما كانوا عايشين في واحد المدينه من كبريات المدن الاسبانيه. مشيت مع السيده وبقيت واقفه معاها، دارت العمليه ولكن ما نجحتش لسوء الحظ، والحاله ديالها تدهورات بزاف، وبقات في العنايه المركزه شحال من يوم ومن بعد ماتت الله يرحمها ويوسع عليها. ما عرفتش واش كتدوز الرحمه على غير المسلم، ولكن انا من عندي الله يرحمها ويوسع عليها حيت رحماتني، حيت فعلا عتقاتني، وقفت معايا ودارت معايا بزاف ديال الحوايج زوينين، وتعاملت معايا بما يرضي الله احسن من هذوك اللي ولدوني. الزوج ديالها قال لي بنتي انا غادي نرجع للمغرب، يلاه معايا. وانا نفكر قلت لا ما غاديش نرجع معاه، غادي نبقى هنا. قلت لي لا ما بغيتش نرجع، بغيت نبقى هنا. قلت لي لا رجعت تما ما عندي حتى شي واحد وما عندي حتى شي حاجه. قلت متاكده بنتي بغيتي تبقي هنا؟ قال لي لا بقيتي هنا شنو غادي تاكلي، شنو غادي تشربي، كيفاش غادي تعيشي، فين غادي تعيشي بعدا؟ قلت لي ماشي مشكل، عطيني واحد المبلغ ما بيش. وشكرني على يعني العنايه ديالي بالزوجه ديالو حتى توفات، وحتى انا شكرته على كل داكشي اللي داروه معايا ومشى في حالاته. المهم ان عندي فلوس قليله بزاف، ما عنديش اللغه، ما قارياش يعني حدي الثامنه. بقيت غاديه حتى جلست في واحد الجرده، بغيت واحد السيده دايره حتى هي فولار وجلست حدايا. تقول لي السلام عليكم، قلت له وعليكم السلام. قالت لي مغربيه، قلت لها اه. قالت لي انا جزائريه، قلت لها متشرفين لاله. قالت لي كي دايره؟ لاباس بخير. قلت لها الحمد لله. قالت لي فين ساكنه؟ قلت لها باقي ما سكنتش. ضحك قالت لي كيفاش باقي ما سكنتيش؟ ونعاود القصه ديالي. قالت لي عندك 17 عام ياك؟ قلت لها اه. قالت لي انا كنعرف واحد الجمعيه ممكن تساعدك وتعاونك حتى تصاوبي وراقك وديري كلشي. ما بغيتش نبقى نطول عليكم في الاحداث. مشيت لواحد الجمعيه ديال الاطفال القصيرين اللي تحت السن القانوني، والحمد لله انني كنت تحت السن القانوني، حيت كنت فوق السن القانوني كون رحلوني للمغرب. وقفوا معايا، صابوا لي ورقاتي، بقيت عايشه معاهم تماك، علمونا اللغه واحد شويه، كنا كنديروا بزاف ديال الانشطه. عشت معاهم واحد العام تقريبا. من تماك ما خرجت حتى كنجمعت واحد الطريف ديال الفلوس، بديت كنقلب على مكان نخدم فيه ومكان نعيش فيه، حيت كان عندي واحد شويه ديال الفلوس كانوا كيدوروا معنا الناس. المهم قلبت على السكنه هي الاولى،
وشكون قلب لي عليها هي ديك السيده الجزائريه الله يرحم لها الوالدين في هذا النهار، سميتها خالتي النصيره، وتحيه ليها من هذا المنبر. وكنشكرها جزيل الشكر على الوقفه اللي وقفت معايا، عمرني ما ننساها ليها حتى اخر يوم في حياتي. قلبت لي على السكنه مع واحد البنت نيت مغربيه خدامه تماك، وديك البنت كانت سميتها اسماء وكانت ظريفه بزاف، واخا كانت كبر مني بشي 5 سنين تقريبا، ولكن كانت حتى هي مسكينه مطلقه وجايه كتخدم على بنيتها باش تصيفط الفلوس لوالديها باش يتهلاو فيها. كل واحد فينا وظروفه. من بعد لقيت واحد الخدمه كعامله نظافه في الشارع العام، كنمشيو كنشطبوا الشوارع كنقيوهم كنجمعوا لا كانت شي بوبيل لا كانت شي حاجه، بقيت خدامه هكذاك. داز العام الاول وانا خدامه والحمد لله كنتخلص خلصتي. ملي كيكون عندي وقت خاوي كنمشي كنخدم عند الناس في ديورهم. بقيت كندير بزاف ديال الحوايج، كنقابل الناس الكبار كنقابل الدراري الصغار، كلشي درتو الحمد لله. بما ان عقلي كان خفيف تقنت اللغه، يعني ما كملتش عامين تا وليت كنطير في سبلونيه، وليت كنهضر باكي كنهضر بالعربيه. وبحكم اننا في مدينه كبرى ما كانش عندي مشكل، كنت الا خرجت من خدمه كنلقى خدمه بسهوله. وداك الوقت كانت الوقت زينه ماشي بحال دابا التزيرات. فعشت حياتي الحمد لله بحجابي اللي عمرني ما حيدته، وصلاتي اللي عمرني ما توقفت عليها، وقراني الحمد لله ديما في قلبي، وديما كنقرا ما تيسر من الذكر كل ما كنلقى الوقت، مع ان وقتي كان عامر بزاف. كنت كنخدم تقريبا 18 ساعه في النهار، تصوروا معايا، وكان 6 ديال السوايع ما كاملينش. علاش؟ حيت كنت كنجمع ونقول ما جمعت. في ذاك الوقت كان قدم لي واحد الدري اللي هو مغربي، كنت عرفت عليه في الخدمه مجرد معرفه يعني ديال زملاء عمل لا اقل ولا اكثر، ولكن انا رفضت الزواج. انا وياه بجوجنا حالتنا الاجتماعيه لا تسمح باننا نتزوج ونكونوا عائله. غادي تكرفس ولادنا كيف ما تكرفست انا، ولا ربما كيف ما تكرفس هو، وانا ما بغيتش ولادي يتكرفسوا بحالي. هادشي الا فكرت شي نهار انني نتزوج ونولد، حيت طموحي في الحياه ماشي هو هذاك. عندي طموح اكبر من هادشي بكثير. بغيت نوصل، بغيت ندير شي حاجه في حياتي، وبغيت نعاون كيف ما عاونوني الناس، بغيت حتى انا نعاون ناس اخرين. ومشيت بقيت هكذاك في حياتي، بقيت هكذاك حتى كملت 5 سنين في اسبانيا. ملي كملت 5 سنين كانت عندي 22 سنه. صافي تماك تلاقيت مع واحد البنت اسبانيه روزاريو، كنت صاحبت معاها ظريفه بزاف، هي من اصول مكسيكيه ولكن جنسيه اسبانيه والام ديالها اسبانيه. وتفاهمت انا وياها بزاف وسكنت معاها، واتفقت انا وياها باش نبداو واحد المشروع. اشنا هو خدمه ديال النظافه، غادي نديرو شركه خاصه بينا. وبدينا فعلا كنجهزوا المكان اللي لقيناه، درنا المقر ديالنا، وبديت كنجمعنا العماله كلها عربيه مسلمه. الناس اللي كيجيو حارقين، الناس اللي كيكونوا جاو كاع بوراقهم وتلات بهم الظروف وما بقاو ما يديروا، عيرات ورجال. وديك الساعه كنعقل كنا بدينا حنا 12، 8 ديال العيالات و4 ديال الرجال، وبدينا في هذا الميدان ديال التنظيف. ديك الساعه صافي ولاو كيعيطوا لينا الناس اللي كنا اصلا كنمشيو حنايا كنشقاو عندهم وكنقيو ليهم ديورهم، كيقولوا لنا بلا بغينا وحده او زوج ينظفوا لنا المكان اللي حنا عايشين فيه. في الاول كانت القضيه عيانه بزاف، ما كانوش كيعيطوا لينا الناس بزاف، ولكن بحكم ان الناس اللي كانوا خدامين معنا مساكن كان كل شيء كيخدم مني وحيت واقف ومحتاج السنتيم دايز فيه. الناس عجبتهم الخدمه ديالنا وبدا شي كيقول شي علينا، والحمد لله بدات القضيه كتمشى، وبدينا يعني بشويه بشويه بدات الامور كتيسر، وبدينا كنكثروا يعني 11 ولا 13، شويه ولا 20، شويه ولا 30، شويه يعني اضطرينا نكبروا المقر نتحولوا من بلاصه لبلاصه. الحمد لله الفلوس بدات كتدخل، تحولنا من ديك البلاصه اللي كنا ساكنين فيها انا وروزاريو. زدنا واحد العامين اخرى روزاريو تزوجات بواحد السيد اسباني كانت على معرفه به،
وانا بقيت في الدار اللي كنا كارهين حنا بجوج، صافي وليت كاريه انا بوحدي. الحمد لله يعني الامور كانت غاديه مزيان. واحد الوقت الزوج ديال روزاريو كان خاصو يسافر لمدينه اخرى على قبل الخدمه ديالو، وهي قالت لي واش نشوف لك شي واحد يتشارك معك ولا تشري الحق ديالي. قلت الحمد لله كان جامع شويه ديال الفلوس. قلت لها راه نشري الحق ديالك ماشي مشكل نرد عليك. فعلا جمعنا الحسابات شفنا داكشي كيفاش داير، ما لقيناش المشكل، درتها كل ما املك وبقيت واقفه على الله سبحانه وتعالى وديك الخدمه. ولكن الحمد لله في شهر صدر ربي بدا كيعوض ليا وبديت كنجمع عاوتاني من اول وجديد. حيت صعيب بزاف تكون في بلاد الغربه وما يكون عندك حتى شي واحد وما يكون عندك حتى شي ريال، ولكن كان عندي الله سبحانه وتعالى. ثم خالتي نصيره اللي ما كنتش نسيتها، ديما كنتبادلوا الزيارات، كنمشي عندها كتجي عندي. كان كيعجبني طيابها، كيعجبها طيابي، حيت حنا كجيران يعني المغرب والجزائر عندنا تقريبا نفس العادات نفس التقاليد، حتى الاكل ديالنا متقارب بزاف مع بعضياته، فكنت فاهمه معها بزاف. هي عندها حتى هي ولادها اللي تزوجوا كل واحد فيهم مشى وبقات بوحدها هي وراجلها. فحتى راجلها كان واحد السيد اللي هو الله يعمرها دار، الله يرحمه ويوسع عليه، كان توفى واحد 3 سنين هذه فاتت. المهم انا بقيت عايشه حياتي بحال هكذاك، كنخدم بالليل وبالنهار شويه، وهما يقولوا لنا بان علاش اللي ما نديروش حتى البيبي سيتينغ، زعما نقابلوا الدراري الصغار، وهذا الشيء كيخص واحد الرخصه من لا ميري. المهم بقيت كنجري ورا ديك الرخصه حتى خديتها ودرت حتى البيبي سيتينغ. يعني اي واحد كيحتاج شي وحده تقبل وليداتو كيعيط لينا، والبنت كتمشي او المراه وانا كناخذ البورسونتاج ديالي. الشركه الحمد لله الشركه غاديه وكتكبر غاديه وكتكبر حتى وقفت مزيان على رجليها. وانا في العمر ديالي 27 سنه قدرت انني ناخذ الجنسيه الاسبانيه مع الاحتفاظ بالجنسيه المغربيه ديالي اللي كنفتخر بها، وقدرت انني ندير بزاف ديال الحوايج في حياتي الحمد لله وانا في هذا السن الصغيره. وهذا الشيء كله كان بفضل الله سبحانه وتعالى. وما ننساش السيد اللي خيره على راسي اللي هو عمي السي عبد العزيز، والسيده اللي عمرني ما ننسى خيرها دنيا ولا اخره اللي هي خالتي اللي عايشه. كانت اول مره نرجع المغرب وما رجعتش نفس البنت اللي مشات محطمه وما عندها حتى شي حاجه وما عندها حتى شي واحد، ومشيت الحمد لله انني لقيتهم باقين في نفس المسجد وفي نفس الدار. وسبحان الله العظيم كانت هذيك هي السنه اللي غادي يخرج فيها تقاعد عمي السي عبد العزيز. مشيت عندهم كيشوفوا فيا وما عارفينيش، فاش دقيت الباب كنقول انا حياه، كتقول لي ما يمكنش معاهم، ما كانش عندهم ديك الساعه تليفون الفيكس وما كانش عندي شي وسيله باش نتصل بهم نهائيا، وما بقوش عرفوا عليا حتى شي حاجه، ما عرفوني لا حيه ولا ميته. كتعنق فيا خالتي اللي عايشه كتبكي كتقول الله يا بنتي الله ما عرفناك حيه ولا ميته يا بنتي، شحال سولنا عليك واضطرينا نمشيو حتى لطنجة وسولنا وما عرفنا فين نمشيو ولا منين نجيو. داك السيد كان صافي حتى هو خلى ديك الدار. قلت لها خالتي ها اللي وقع وها اللي وقع، عاودت لها كل شيء. قالت لي بنتي الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى جازاك على الصبر ديالك. قلت لها دابا شنو كديروا؟ قالت لي حنايا كنوجدوا راه عمك ما بقى ليه والو غادي يخرج تقاعد. قلت لها شنو غادي ديروا؟ قالت لي غادي نرجعوا للبلاد. قلت لها الله يا خالتي الله من المدينه ترجعي للعروبيه غتقدري على الحياه تماك، وخصوصا ما كانوا فواحد البلاصه اللي كانت كتكون بارده بزاف في الشتاء وسخونه بزاف في الصيف. قالت لي بنتي ما عندي ما ندير، راه كتعرفي امام المسجد راه ما عندوش شي خلصه اللي هي كبيره بزاف، والدار غادي تسلمها الامام اللي غادي يجي في بلاصتو. قلت لها ان شاء الله ما يكون غير خير. قالت لي فين جالسه؟ قلت لها غادي نجلس عندكم. على فين غادي نجلس؟ قلت لها ما بانوش ديك الشنطات ديالي محطوطين. هي تضحك قالت لي باقي بيتك هو. قلت لها بارك الله فيك خالتي اللي خطاك. فعلا دوزت معاهم ديك الليله وغد لي مع الصباح خرجت، وكنت جبت معايا الطوموبيله ديالي من اسبانيا، حيت جيت في الباطو وخرجت معايا خالتي بديتها كيف ما داتني كساتني وما خلات ما خدات ليا، كسيتها وما خليت ما خديت ليها. من تماك مشيت كنقلب على شي سماسريه اللي يشوفوا لي شي بارت ما تكون على قد الحال ما تكونش غاليه بزاف. فعلا
لقيت واحد لابارتمون اللي كان زوين بزاف، نقي في بلاصه اللي هي فيها ناس محترمين راسهم، وخديتها وكتبتها مناصفه لعمي السي عبد العزيز وخالتي اللي عايشه. وقليله في حقهم، حيت انسان ما كيعرفك ما كتعرفو، ما بينك وبينه حتى شي حاجه، ودخلك من الزنقه وجلسك عنده شهور ودبر لك على خدمه اللي بفضلها قدرت نوصل لهذا الشيء كله. ماشي شي حاجه اللي هي بسيطه، وما ينكر الخير غاود الحرام. هما في الاول ما بغاوش، قلت لهم واش ما كتعتبرونيش بحال بنتكم؟ قالوا لي انت اكثر من بنتنا. قلت لهم وصافي، هذه الهديه ديالي ليكم، والتليفون ديالي ها هو، فيما احتاجيتو شي حاجه غادي تلقاوني. كنت بغيت نمشي نقلب على الام ديالي، ولكن صراحه ما قدرتش، النفسيه ديالتي ما متقبلتش الامر. اصلا انا كان عندي ديك الساعه 4 ايام في المغرب وغادي نرجع. رجعت بعد ما اطمئنيت عليهم، هما باقي لهم شهرين وغادي يمشيو للبرطمه ديالهم. قلت نمشي ندور الحركه واحد شويه، وبما انني خديت الاسم الكامل ديال عمي السي عبد العزيز، نصفت ليه يفرش بشويه بشويه حتى يفرش البرطمه مزيان ويعيشوا مرتاحين، ونبقى نصفت لهم شي بركه كل شهر باش ما يتخصوش وما يمدوش يديهم، حيت دوك الناس يستاهلوا كل خير. وكذلك كان، مشيت وكملت في خدمتي والحمد لله صدر ربي كيسر لي امري. كنتعاون قدر المستطاع مع الناس، خصوصا الناس اللي كيجيو حارقين وما عندهمش الوراق، كنساعدهم قدر المستطاع. بقيت غادي في داك المجال والشركه ديالي كتكبر والناس كيزيدوا يعرفوني، ودرت بلاصتي بمعنى الكلمه. والحمد لله ما عمرني ما نسيت الناس اللي داروا معايا الخير. ديما عمي السي عبد العزيز فلوسه في اخر الشهر كتوصلو، وخالتي نصيره راه كنت كنعتبرها هي الام الروحيه ديالي، حيت حتى هي خيرها ما يتنساش. كما كنشكر راني باقي كنتسارى في الدروبه ديال اسبانيا، ولا كانوا رجعوني في حالتي المغرب. دازت الايام، دازت عام اخر على شدو، ومن بعد واحد السيد قال لك بغى شي وحده اللي تكفلي بالام ديالو، وكان مغربي مقيم تماك. صفت واحد البنت ما عجباتهمش، عاود صفت البنت الثانيه ما عجباتهمش، ويطلع لي الدم. قلت كنلقى المشكله غير معاك حل الراس فين ما مشيت. هو اتصل بيا قال لي عافاك واش ممكن نجي عندكم، راه ماشي دوك البنات اللي رفضتهم ماشي الغلط ديالهم، وانما ديال الوالده ديالها حيت الطبع ديالها شويه حاد. قلت له واخا سيدي مرحبا. هو يجي السيد كان سميتو عبد الله، وحتى هو يعني عنده مشاريع ديالو هنا في اسبانيا، ولكن هو زياده وخلوق هنايا، ومن عائله اللي هي كبيره بزاف ومعروفه ومشهوره. والام ديالو كانت عايشه مع اختو في فرنسا، ومرضات وبحال جاها الالزهايمر، ما بقاش كتعقل بزاف. واختو بحكم انها مزوجه وعندها وليداتها وراجلها خدام، فاضطرات تصيفطها عند ولدها اللي كان زعما ديال راسو باقي ما مزوج. هو دار لها ممرضه خاصه بها، ولكن بغى شي بنت اللي تكون ترد ليها البال. بقيت كنقلب حتى لقيت واحد البنت، واحد فاطمه الزهراء الله عمرها دار مسكينه حتى هي يا ظروف الله لا عالم بهم. قلت لها واش ممكن تمشي وتجلسي معاهم تما من الاثنين حتى للسبت، والحد راه روبو ديالك وراه غادي يتهلاو فيك، وحتى البورسونتاج ديالي يعني انا مسامحه فيه، مادام الناس يعني من اصول مغربيه ماشي مشكل. قلت لي صافي واخا صافي. وانا نتصل بالسيد قلت لي راه لقيت لك البنت اللي ممكن تمشي وتقابل لك الام ديالك، وغير كون هاني راه تجلس معاكم 24 على 24 ساعه، غير الحد عطوه لها روبو. قال لي شكرا بزاف الله يجازيك بخير. قال لي الكوميسيون ديالك راه غادي توصلك. قلت لي لا شكرا، حنا ما بيناتناش، حنا مغاربه وحنا مسلمين. قال لي لا والله تشدي الكوميسيون ديالك بحال كما كتشديها من عند اي واحد اخر. فعلا عطاني الكوميسيون ديالي، والحمد لله مشات الامور هي هذيك. والبنت بقات مقابله السيده. هاد السيد الدومين ديالو كان ديك الساعه يلاه بدا كيبان نيت تماك في اوروبا، بدا كيتشهر داكشي ديال سورفيونس، لي كاميرا سورفيونس، داكشي ديال توكيوكي، داكشي ديال الحراسه دو ا جوسكا زد. وكان عنده داكشي ديال الماتيريال انفورماتيك وما الى ذلك.
وانا كنت محتاجه شحال من حاجه، محتاجه نبدل البيسيات، محتاجه نانستالي كاميرات، محتاجه ندير بزاف د الحوايج في الشركه ديالي. فقلت علاش غادي نجيب واحد براني، هذا السيد كنعرفو متعامله معاه، ربما يدير ليا شي ريدكسيون وعطيني شي ثمن اللي هو مزيان. فعلا اتصلت بالسيد وقلت ليه هاكاين وهاكاين، قال لي مرحبا و6000 مرحبا. فعلا جا شاف داكشي، نصحني بزاف ديال النصائح، قدم لي يعني واحد العرض اللي هو زوين بزاف، قلت لي وعليه صافي كلشي تصاب كلشي تقاد. هاد السيد يعني انا وياه لقينا انا عندنا بزاف ديال الاهتمامات المشتركه، ولقينا انا شخصيتي ديالنا متقاربه مع بعضياتنا، وكان هو اول راجل في حياتي نفتح ليه قلبي ونعاود ليه على حكايتي من نهار تزاديت، وتاثر بزاف. قال لي كيفاش ممكن الام طبيعيه دير بحال هكذا مع البنت ديالها. قال لي تبارك الله عليك، انت صدقتي مغربيه حره، ما عندي ما نسالك، شرفتي راسك وشرفتي بلادك وشرفتينا حنا كاملين كمغاربه. قلت لي بارك الله فيك اخويا. صافي بقت العلاقه ديالي معاه مزيانه. هو ما شاء الله يعني كان من عائله ليا كبيره، من اصلهم لاباس عليهم. الاب ديالو مغربي ابا عن جد، الام ديالو اصول ديالها اسبانيا ولكن كتعرف الدارجه وكل شيء بحكم زواجها من مغربي. والدراري حتى هما يعني كاين هو وكاين عنده خوه وعنده اخته، عنده اخته في فرنسا وعنده خوه عايش في الامريك كيقرا تماك في الجامعه، وهو يا في اسبانيا، هو اصغر واحد فيهم، دار المشروع الخاص به. وفي نفس الوقت عندهم داكشي ديال الفلاحه في بلاصه اخرى في اسبانيا، خلاه الاب ديالو ليهم هو اللي حيت هو الوحيد اللي عايش في نفس البلد. واصر انني نزور الام ديالو اللي بغات تعرف عليا، واخا هي مسكينه ما كتعقلش بزاف. مشيت وزرت الام ديالو اللي كانت فعلا شخصيه طيبه ولكن عنيده. كتعرفوا دوك الناس مساكن ديال الزهايمر كيكون شويه بحال الدراري الصغار اللي يلاه تزادوا ما عارفين والو، كتخرج في الهضره. ولكن انا تعلمت الصبر بحكم الحياه اللي عشتها، وبحال تصاحبت مع مره تعقل عليا مره ما تعقلش عليا، ولكن ولفتها وليت كنزورها مره. العلاقه ديالي بعبد الله يعني غاديه وكتوطد كتوطد. كنا في الاول كاصدقاء او بحال خوت، اللي احتاجيته في اي حاجه كنلقاه، اللي احتاجني في اي حاجه كيلقاني. وصراحه كان ظهر وسند، وكان راجل بمعنى الكلمه، ما عمرني ما وقفت على شي حاجه وما لقيتوش معايا، كان ديما مساندني وديما في ظهري. كيقول لي حنا ولاد بلاد وحده، واي حاجه بغيتيها كيف ما بغات تكون انا معاك فيها. والحمد لله يعني الشركه ديالتي زادت ازدهرت وزادت كبرات ومشيت بعيد فيها الحمد لله. وصلت لواحد المواصل ما كنتش في حياتي كنحلم بهم. وجا الصيف قررت انني نمشي ونواجه الام ديالي، المواجهه اللي كنت كنحلم بها من وانا عندي 15 سنه حتى دابا ولات عندي 28 سنه. يعني شوفوا شحال من سنه وانا كنتسنى انني نشوفها وجها لوجه ونهضر معاها. وما كرهتش نلقى حتى الاب ديالي ونسولو علاش هربتي وخليتيني. وانا هنا في اسبانيا صفت الناس اللي خلصتهم وعطيتهم جميع المعلومات اللي كتخص الام ديالي، وجابوا لي لادريس ديالها وكل شيء ديالها. وخوتي اللي ولاو 3 انا خليتهم غير 2. ومشيت فعلا للمغرب، خديت اوتيل في نفس المدينه اللي فيها الام ديالي. تحولت من سلا للرباط، وطلقت من داك الراجل وتزوجت براجل اخر اللي كان كيعنفها وكان كيتكرفس عليها بمعنى الكلمه. وخوتي مساكن ما هما قارين كالناس، ما هما عايشين كالناس، مكرفسين. انانيه بمعنى الكلمه. ولكن ماشي حنا اللي كنختاروا والدينا، ما عنديش ما ندير، كتبقى امي بغيت ولا كرهت. مشيت لدارها دقيت عليها، حلت ليا كتشوف فيا، قالت لي يا لاله، وشرفات وتشقفات وكبرات، مع انها ما كبيراش بزاف في العمر. كاين ناس كبار منها وسبحان الله العظيم النور على وجههم، ولكن الله يهدي ما خلق. سمعت انها ولات مدمنه على المخدرات والمشروبات الكحوليه، ودوك الولاد مساكن ضاعوا كل واحد واش نوقع به. قلت لها ما عقلتيش عليا؟ قالت لي لا. قلت لها انا حياه. قالت لي شكون حياه؟ قلت لها واه نسيتي حتى سميت بنتك؟ قالت لي حياه. قلت لها حياه.
انا حياتي اللي جريتي عليها في 12 ديال الليل على قبل راجلك ولحتى في الزنقه، ومشى راجلك حتى لاحك كما تدين وتدان. لو تزوجتي الثاني عاودت لا قصت حياتها كامله بما انني كنت سولت وتقصت وعرفت كلشي. كلا ما حرمش عليك دوك الولاد ملي ما قاداش علينا لاش والدانا حنا كاملين باش نتكرفصوا. الحمد لله توصلت لخوتي، هي ديتها المصلحه ديال العلاج من الادمان، خديت ليهم بارطما وجمعتهم فيها كاملين. كان ديك الساعه خوتي تبارك الله كبروا، قلت لهم شوفوا اللي عجبكم نديروا معاكم، ندير لكم شي مشروع اللي تعيشوا منه حياتكم، ولا احتاجيتوا اي حاجه انا معاكم، وملي تخرج منكم من السبيطار عيشوها معاكم. راه البارطما في سميتها اصلا. صافي شكروني وبقيت ديما على اتصال بهم. الاب ديالي قلبت حتى عييت ما عرفت عليه حتى شي معلومه الى يومنا هذا، وقررت انني ما بقاش نقلب بزاف حيت نقدر نطيح في شي حاجه ما تعجبنيش. بارك عليا غير هادشي اللي شفتو. رجعت لاسبانيا وصراحه كنت متاثره بزاف بداكشي اللي شفتو، لا من ناحيه الام ديالي اللي نسيت اصلا الاسم ديالي ونسيت ان كانت عندها واحد البنت سميتها حياه، ولا من ناحيه خوتي والحلال اللي لقيتهم فيها بقاو فيا بزاف، حتى هما مساكن ما داروا لا بيديهم ولا برجليهم، غير مشاو في الرجلين كيف ما مشيت حتى انا في الرجلين. وبديت كنفكر كنقول لا خليتهم تماك غادي يتكرفسوا، ولا جبتهم هنايا ما عرفتش كيفاش غادي نتعامل معاهم. بقيت كنفكر ونستشر مع عبد الله، قلت له اخويا ها كاين وها كاين وها كاين وها كاين شنو بان ليك؟ قال لي من الاحسن تجيبيهم هنايا كاين المستقبل على تما كاين، هنايا ممكن تحضيهم تما ما كاينش اللي يحضيهم. الام ديالك يعني فاقده الاهليه. قلت له الام ديالي شنو غادي ندير فيها؟ قال لي حتى هي جيبيها تعالج هنا احسن. قلت ليه كي غندير في هادشي كله؟ قال لي غير كوني هانيه، انا غادي نوقف معاك وغادي نرتبوا الامور كلها وان شاء الله ما غادي يكون غير خير. فعلا وقف معايا حتى صابت الوريقات ليهم كاملين، واخا الامر خدا واحد شويه ديال الوقت ولكن ماشي بزاف، بحكم ان الام ديالي هي الاولى جبتها باش تعالج ودخلتها لواحد مصلحه خاصه لعلاج المدمنين. ومن بعد بديت كنجيب في خوتي حتى جبتهم ب3. ما نكذبش عليكم ونقول لكم سكنتهم معايا في نفس الدار، حيت انا بالنسبه لي دوك الناس هما دمي ولحمي، ولكن غراب عليا ما كنعرفهمش. كان عندي واحد لابارتمون ما كنتش عايشه فيه، كنت خديته كنقول نخبيه لدوير الزمان، سكنتهم فيهم والام ديالي بعد ما خرجات. حتى واحد النهار مشيت عندها، يعني ولات في كامل قواها العقليه والجسديه، وهضرت معاها قلت لها دابا محتاجه منك تفسير لداكشي اللي درتي معايا. قالت غير كتبكي. قلت لي اش غنقول لك بنتي؟ قالت لي انا زاديت وسط واحد العائله اللي هي فقيره بزاف، الاب ديالك هو اول شخص جاي يخطبني لحوني يديه، ما كنعرفو ما كيعرفني ما كنبغيه ما كيبغيني، الحاجه الوحيده اللي كتجمعني بيه اننا من نفس الدوار. هو خدام في المدينه، يعني غادي يعيشني حياه مزيانه بالنسبه لوالديا. ما تفهمناش، ديما كان العنف وديما كان الكره بيني وبينه. زادتي نتيا جلس معايا مده وهرب في حالاته، وبقيت بوحدي انا بنت صغيره وسط مدينه ما كنعرف فيها حتى شي واحد، حتى لقيت براجلي الثاني اللي تزوجت به، وانا كنت كنعرفو كيدير بزاف الحوايج خايبين، وحصلت عليه شحال من خيانه زوجيه، ولكن ما كانش عندي الحق نهضر، لحقاش هضرت غادي نترمى في الزنقه. حيت فعلا ملي عييت بزاف وهضرت ترميت في الزنقه، واضطريت نتزوج بواحد اخر حيت ما عندي لا صنعه لا حرفه، والدرع ما كاينش، حيت ولفت نعيش هذيك المعيشه. وتزوج واحد اخر اللي كان فعلا كضربني معنى الكلمه، علمني الشراب، علمني القارو، علمني مخدرات بجميع انواعها. وخوتك الله يسمح لي منهم والله يسمح لي منك عاشوا تقريبا نفس الحياه اللي عشتيها، غير انت تقدر ربي يسترك وحفظك، وهما بقاو كيتلوحوا في الزناقيط جيتي نتيا ودرتي فيهم داك الخير، راه الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيك عليه. هي بقات فيا وما بقاتش فيا، حيت المشى اللي هي مشى ما كترميش ولادها في الزنقه.
ولكن الله يهدي ما خلق. لربما الجهل، لربما عدم الوعي، لربما انا ما تلقاتش تربيه صالحه، لربما كانت كتشوف شي حوايج خايبين في دارهم، لربما تعرضت لبزاف د الحوايج خايبين في الطفوله ديالها، الله اعلم. سامحتها من قلبي، وعادي كنعيط ليها ماما. بقيت عايشه في ديك البارتما هي وخوتي. انا في داك العام نيت جا عندي عبد الله وقال لي انه وخير ما عرف فين يقلب، عمره ما غادي يلقى شي مرا بحالي، وانه باغي يتزوج بيا. صراحه انا كنت كنحس بالاعجاب تجاهه كشخص اللي متدين، مع ان الام ديالو من اصول اسبانيه، ولكن ديما كيصلي وكيصوم رمضان، ومن داك النوع العزيز عليه ديال الخير، وراجل بمعنى الكلمه، الا احتاجيتيه ديما كتلقاه في جنبك. وما نكذبش عليكم، حتى الشكل ديالو كان زوين بزاف. كتعرفوا ملي كيتزوج مغربي بسبلونيه كيفاش كيخرجوا ولادهم، وكان كيعاملني مزيان. فعلى ما اظن انني كنت ديجا كنبغيه، وانا ما نشكرش لكم راسي. الحمد لله كنت يعني مرة ديال الزمان اللي عول عليها الواحد في اي حاجه. من والو درت بزاف ديال الحوايج. حجابي عمرني ما حيدته على راسي من وانا عندي 15 سنه. صلاتي ما عمرني ما تعطلت عليها. واجباتي الدينيه كنقوم بهم على خير ما يرام، والحمد لله. تفهمت انا وياه. جاو خوتو من على برا، وكان داك الوقت الام ديالو توفات ب6 شهور، الله يرحمها ويوسع عليها، حيت هي كانت مسلمه معنا من اصول اسبانيه، وبقى بوحدو. فقلت صافي، يعني تا انا راني كبرت، مبقيتش صغيره، خصني ندير داري وخصني ندير وليداتي اللي غادي نربيهم احسن تربيه، وما غنخليهمش يتكرفسوا بحالي. فعلا تزوجنا على سنه الله ورسوله، بعد ما جا عند الام ديالي هو وخوتو، وخطبني من عندها، وداز كلشي هو هذاك. درنا واحد الحفله اللي هي عائليه على قد الحال. كان بامكاننا نديرو عرس كبير وما عاد في اكبر قاعه، ولكن حنا بجوجنا عقليتنا في شي شكل. درنا غير جلسه عائليه في الدار ديالهم، اللي كانت عباره عن فيلا كبيره بزاف، اللي بقات لي هو في سميتو بعد ما فرقوا الورث ديالهم. ومشيت عشت مع راجلي معززه مكرمه، ما خصني حتى شي خير. في الاول كنت شاكه واش كنبغيه ولا ما كنبغيش، واش غير اعجاب، ما كنتش عارفه بالضبط. ولكن الوقت بين لي بزاف الحوايج. الراجل اللي تقبلك كيف ما انت بعيوبك قبل من مميزاتك، الراجل اللي عاملك بما يرضي الله، الراجل اللي يقول لك بغيتي تكملي في خدمتك كملي، الا عييتي حبسي، واي حاجه حليتي على فمك تكون تحت رجليك. الراجل اللي عمرني ما كملت كلمه ديال بغيت في حاجه وما كانتش قدامي ديك الساعه. الراجل اللي كان كيعاملني كبنته، كاختو، كمرتو، كمو، كصديقه ديالو، كاخوه، كصاحبه، كيفاش ما نبغيش. الراجل اللي كنت كنحس بانه كيبغيني من كل قلبه، عادي نبغيه ونحمق عليه. بغيت راجلي، بغيته بعقلي في الاول، ولكن ملي عرفته مزيان دبت فيه بقلبي، بغيت كل تفاصيله، بغيت كل حاجه فيه، حيت فعلا الله سبحانه وتعالى رزقني بواحد الزوج صالح بما تحمله الكلمه من معنى، اللي عوضنا على كاع داك الحرمان العاطفي اللي عشته طيله 30 سنه. وخوتي هما وماما الحمد لله يسر لهم صدر ربي. عندي واحد الاخت تزوجات، واختي تا هي تزوجات، مغاربه مقيمين في اسبانيا، زوجات زوينين، رجالهم الله يعمرها دار. خويا الحمد لله خدم بخير وعلى خير، وتزوج بواحد البنت حتى هي ظريفه. الام ديالي باقا عايشه في ديك البارتما، ولات كتحصل على مساعدات ديال الدوله، وفي نفس الوقت حتى شي حاجه ما كتخصها معايا، اي حاجه كتخصها كتوصلها، كتزورني كنزورها. علاقتي بها طيبه الحمد لله. علاقتي بخالتي نصيره باقيه هي، كنت ديما حاضره في اي مناسبه في حياتي، ومعزتها ما كاينش اللي ياخذ بلاصتها.
عمي سي عبد العزيز الله يرحمه ويوسع عليه توفى هادي 1 عام ونص، ولكن حتى شاف وليداتي، حيت ولدت 2 وليدات وديتهم ليه وفرح بهم قد حقوا في الدنيا. هو خالتي اللي عايشه معززه مكرمه في دارها، وكل شهر شهريتها كتوصلها الى يومنا هذا. الحمد لله، صدر ربي عوضني. الخدمه ما بقيتش معمره بها راسي بزاف، ما نكذبش عليكم، حيت انا كان عندي هدف واحد من حياتي، انني نعاون راسي ونعاون الناس الاخرين. ولكن ملي جربت احساس الامومه ما بقيتش قدرت نتفرق على ولادي، ما بغيتهمش يعيشوا لحظه واحده بلا بيا. بغيت نكون قريبه ليهم في كل مراحل حياتهم. داكشي علاش خليت راجلي هو اللي كيباشر الخدمه، تقريبا دمج الشركتين مع بعضياتهم، والحمد لله كلشي ديالي كما كيقول، حتى شي حاجه ما خاصاني. دار راجلي اللي حنا ساكنين فيها اللي كانت ديال الوالدين ديالو، وعاودنا الحمد لله جهزنا من اول وجديد، كتبها هي في سميتي، دايرين كونط واحد، عايشين فاهمين مزيان الحمد لله، قرب من الله سبحانه وتعالى، كنديروا الخير على قداش ما قدينا. وليداتنا كنحماقوا عليهم وهما النور ديال عينينا. وكنعاود لكم هادشي، ودابا انا في العمر ديالي 43 سنه، كنفكروا فحال كان البارح. الحياه ديالي مرات من بزاف ديال المراحل، تصوروا معايا من وحده منبوذه لوحده متشرده، لوحده خدامه في الديور، لوحده عامله نظافه في الزنقه، لوحده ولات من الزيرو ودارت الشركه ديالها هي وصاحبتها، لوحده ولات صاحبه شركه بوحدها وتحملت مسؤوليتها، لوحده بقات كتطور ديك الشركه وكتكبر فيها حتى ولات شركه كبيره نيت، لوحده مشات وجمعت العائله ديالها اللي كانت مشتته، الام صالحه وزوجها كضرب بها المثل. اشنو بغيت من الدنيا اكثر من هذا الشيء؟ هذا هو رضا الله سبحانه وتعالى. اللي كيبغي شي حاجه بالعزيمه والاراده راه كيوصل ليها. وما قلت لكمش انايا كيف تزوجت راجلي شهر العسل مشي ندوزناه عمره. ننصحكم بداو حياتكم بعمره، صدر ربي كيسر لكم امركم، كيحقق لكم كاع داكشي اللي كتمنوه. وهادشي كنقولوا عن تجربه شخصيه. الانسان عمره ما يفقد الامل في الحياه، حيت الله سبحانه وتعالى هو اللي بيديه كل شيء، حتى شي حاجه ما بايد العبد. شوفوا الله سبحانه وتعالى كيفاش سخر لي ناس ما هما لا من لحمي ولا من دمي ولا كنعرفهم ولا كيعرفوني، وكيفاش عاونوني، وكيفاش خطوه بخطوه قدرت نبني حياتي، كيفاش صدر ربي لقاني مع الزوج ديالي اللي لقيت فيه حنان الدنيا كلها وحب العالم كله. والى يومنا هذا باقي كنحس بانه كيبغيني اكثر من حياته، وبانه مستحيل يشوف شي وحده في الدنيا من غيري. وانا يشهد عليا صدر ربي انه كان اول راجل في حياتي، وباذن الله تعالى كنتمنى يكون هو الاخر. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى نكون الزوجه ديالو في الجنه كيف ما كنت الزوجه ديالو في الدنيا، لاني ما غلقاش شي واحد بحاله، لان الحب ديالو في قلبي كبير بزاف، ولان داكشي اللي دارو معايا ما عمرني ما نساه. الام ديالي كيف ما كنقولوا بدات كتكبر، بدات كتعيا، جبت لها مساعده اللي كتساعدها في الدار، كنزورها كل اسبوع، كندير لها الوليدات، كتجي كدوز معنا العطله الا ما سافرناش. وحتى انا بالدار ديالي يعني سافرت بها شحال من بلاصه، وفعلا والله الا سامحتها من اعماق قلبي، حيت احنا غير بشر ما يمكنش نحكموا، حتى نطلعوا عند الله سبحانه وتعالى اللي هو الحكم، وديك الساعه غادي يعطي لكل ذي حق حقه. نعاود نقولها انا مسامحه هاد الدنيا واخره الحمد لله، حتى هي دارت فولارها وتشبتت بدينها وندمات على داكشي اللي دارته في حياتها، لدرجه انها بدات كتحفظ القران وكتحفظ وليداتي، فالله يخليها ليا والله يطول ليا في عمرها. العائله ديال راجلي علاقتي بهم طيبه بزاف الحمد لله، كنشوفوا بعضياتنا مره في عام، مره في عام ونص، على حسب الدور في الخدمه ديالهم والخدمه ديال راجلي. وانا كيف ما قلت لكم 90% من وقتي
لراجلي وليداتي، باش عمرهم ما يحسوا بالنقص، باش عمرهم ما يحسوا بانعدام الأمان، باش ديما يحسوا بالراحة. ووليداتي هما حياتي وأنا هي حياتهم، ما عمرهم ما خباو عليا شي حاجة صغيرة قبل الكبيرة كنعرفها عليهم. فنصحكم البنات اللي طاحت في شي ظروف اللي هي خايبة ما تفقدش الامل، بالعكس تشبت بالايمان وتمشي على الطريق المستقيم وتطلب الله سبحانه وتعالى بكل خشوع، وتكون على يقين انه عمره ما غيتخلى عليها. دابا اللي شافني ما يصدقش انني انا هي ديك حياة تلاحت في الزنقة مع 12 ديال الليل، ولكن الله رحيم بعباده. صراحة ملي كنتفكر هادشي كله شوية قاصحة عليا، ولكن الحمد لله يعني كنعتبر انا حياتي ناجحة بزاف. ملي كتكوني كتشوفي داك الحب في عينين ولادك، ملي كتشوفي الاحترام في عينين الناس كلهم اللي كيعرفوك، ملي كتشوفي الامتنان في عينين الام ديالك اللي لاحتي كنتي جمعتيها من الزنقة، ملي كتشوفي الشكر في عينين خوتك حتى تعطيهم حياة جديدة بفضل الله سبحانه وتعالى اكيد، ملي كتشوفي داك الحب الكبير وداك الشغف وداك العشق في عينين الزوج ديالك، اش من سعادة كبر من هذه سيد ربي؟ واش ممكن تكون شي سعادة كبر من هذه في الحياة؟ ما كنظنش. كنتمنى لكم السعادة اللي انا عايشاها، كنتمنى انكم ديما تخدموا عقلكم بزاف وفي نفس الوقت ما تقتلوش قلبكم. قتلتوا قلبكم ما غاديش تكونوا كتستحقوا الحياة. كنتمنى لكم السعادة فعلا، كنتمنى الناس كلهم يعيشوا سعداء ومرتاحين في حياتهم، وما يشوفوا حتى حاجه من داكشي الخايب اللي شفتو في حياتي، يشوفوا داكشي الزوين ان شاء الله. وانا هي حياة، وهذه قصتي، وهذه حكايتي. اش غنقول لكم؟ القصه ديال الحياه اثرت فيا بزاف، سمحوا لي. قصه لي فعلا درس وعبره لمن لا يعتبر. انسانه حاربت وقاومت رغم كل الظروف اللي عاشتها، وما استسلماتش وما نكرتش الخير، بالعكس اي واحد دار معاه شي حاجه صغيره ردت عليه بحاجه كبيره، وسمحت وغفرات، وصدر ربي يسر لها امرها ورزقها حياه كلها سعاده في سعاده. الله يدومها عليها يا صدر ربي، يا صدر ربي تفرحها بوليداتها وتخلي لها رجلها وتديم المحبه والالفه ما بيناتهم يا ارحم الراحمين. وانتم اللي كتصنتوا ليا الله يرزقكم سعاده ما قبلها ما بعدها سعاده، الله يسر لكم اموركم، الله يرزقكم الزوج الصالح او الزوجه الصالحه، واللي كيتمنى الوليدات الله يرزقهم الذريه الصالحه في اقرب وقت ممكن. اي واحد كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه، وما نساوش مرضانا الله يشافيهم ويعافيهم ويلبسهم ثوب من الصحه والعافيه، واللي محتاج الله يرزقه ورزقه ما عنده اول من اخر من حيث لا يحتسب، واللي عنده شي هم او شي مشكله الله يفكها عليه والله يفرجها عليه. كنتمنى لكم الصحه والسلامه وراحه البال. نتلقى معكم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن مع قصه جديده واقعيه 100% اللي تكون درس وعبره واللي نستفدوا منها احنا كاملين باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.